أنا ذكرت قبل فترة شغلة، الشيء الوحيد اللي حيتأثر في العالم كلياته بنظري طبعا هم النيو جوينرز للماركت، هذول المساكين اللي حيتدمروا. ليتس اكسبيرمنت صح. ونشوف الاوتكم عامل ازاي. لو انت طلعت صح انا وانت هنتعلم، لو طلعت غلط هندور على طريقه تانية. زي ما بنقول كده انك تو كيل فيتشرز ات سام بوينت أصعب شيء ممكن الواحد يعمله. كيف أنا أكون ايجنتيك فريندلي، لأنه اليوزرز الفترة الجاية مش حيكونوا بس هيومنز، حيكونوا ايجنتس. يعني ايه تجربه عميل؟ يعني ايه سوشيال ميديا ليسننج؟ قد ايه الداتا دي مهمه ومهمه جدا للشركات. حلقتنا النهارده حلقه مختلفه شويه. حلقتنا النهارده عن شركه وعن شخص بنى وجهه نظري من افضل واكبر المنتجات الرقميه اللي موجوده عندنا في الشرق الاوسط. شركتنا اللي بنتكلم عنها النهارده شركه لوسيديا، واللي مسؤول على المنتجات الرقميه الخاصه بيها هو والفريق بتاعه ابدعوا في 10 منتجات رقميه ويمكن اكتر. معانا النهارده حسن الهندي، مدير المنتجات الرقميه بلوسيديا. ازيك يا حسن؟ والله أهلا وسهلا. عامل ايه؟ تحياتي، والله مبسوط إني شفتك والله مرة ثانية. انا بشكرك جدا انك جيت. احنا اتقابلنا مره واحده بس في الاردن. كان لي الحظ ان انا اكون واحد من الناس اللي بتحضر السيشن بتاعتك الجميله جدا ده بالاشتراك مع البنك العربي. صح. شكرا ليهم طبعا انهم عرفونا بيك في الوقت ده. بس كان حسن انت كنت رهيب. في انت شخصيا تعرف ان انت في الايكو سيستم معروف دلوقتي. والله الحمد لله، يعني الحمد لله. يعني في كثير اشخاص واشياء كان لها دور بهذا الاشي اكثر مني صراحه، يعني كحسن. وحتى برودكتس كانت لها دور اكثر مني باني انا اكون معروف. الحمد لله. الحمد لله. حسن انا شايف انك انت بدايتك كانت ملهاش علاقه ابدا بالمنتجات الرقميه، وكنت جاي من وحتى كمان قبل البدايه الخاصه بالماركتينج. انت كنت الاول ابتديت ماركتير صح؟ يس بالضبط. قبليها كان في حاجه تانية ولا هي؟ لا كانت ماركتير، بس انا برضو كنت ابيع في ايام المدرسه، حتى كمان كنت بياع سيلز، اشتغل في الصيف، اشتغل في ايام الدوام حتى كمان. فبدأت بالبيع هي، وبعدين البيع بخليك تصير تعرف كيف تسوق منتجك عشان تمشي، لأنه أنا كنت ماشي على كوميشن. عايز تطلع مصروفك، عشان تطلع مصروفك لازم تعرف تبيع. فبتكتشف إنه الماركتينج صارت سكيل اسينشال عندك، أو إيش بسيط موجود اوريدي. فمن هناك بدأت هذا الاهتمام. وبتذكر كانت الجملة من شاب صاحبي حكى لي إياها، قال لي إحنا كل ويكند بنقعد نحضر الفيلم لأنه متحمسين للفيلم بسبب أنت تسويقك، والاخير بيطلع الفيلم سيء. بس انت لازم تبيع، لازم تبيع اللي بتعمله. انت بياع وماركتير. فمن هناك بلش الاهتمام بالموضوع هذا، استكشاف الفيلد يعني. واول بدايتك في المنتجات الرقميه كانت بتبتدي من عند مين؟ الشركه احنا بدأناها كانت بتمويل يو ان، وجوا انكوبيتر داخل اربد مدينتي. كان عندنا طموح كثير كشباب كف اردنيين، وحابين فعليا نخدم المدينه تاعتنا، خصوصا لانه كان في تغير ديموغرافي قاعد بيحصل في المنطقه عندنا. دخل مكون جديد اللي هم اخواننا طبعا الشعب السوري، لما دخل على المجتمع كمان. وكان في ضخ كبير من التمويل على المنطقه تاعتنا، لكن هذا التمويل ما كان مدار بنظري بطريقه جيده، ومحطوط في اماكن تفيد اهل المنطقه واشقائنا كمان اللي كانوا موجودين عندنا كضيوف، نروح مع بعض بالمدينه لمكان افضل يعني. ففكرتنا كانت ان نحول اربد لهيت ماب كامل، نبني هيت ماب عن اربد كلها، معاها دراسات كامله عن كل منطقه، وشو مستوى العمر، مستوى الدخل، الاحتياجات في هذه المنطقه، بعض الامور اللي تساعدنا بشكل كبير كيف نوظف هاي الاستثمارات. وهي كان اول مره بحياتي اتعامل مع فكره ساس، سوفت وير از سيرفيس. كانت هاي اول بدايه لي في الحياه مع هذا الكونسبت، وما كنت بفهم ان اللي ببنيه قاعد كان ساس بهذاك الوقت. هذا كان قبل هاي، بس انا كنت بتعامل مش يعني ده بدايه ده منتج اوريدي اتبنى. يس، منتج وكان اتبنى. ايه هدفه او الهدف الاساسي كان كيف نساعد المستثمرين الانفسترز يعرفوا بالضبط، والمعونات اللي كانت توصل للمنطقه كيف يتم توظيفها بطريقه اللي تفيد اهل المنطقه. وقع وصلنا لمراحل كنا نحاول ندفش الموضوع انه لازم ينجح يعني، بس ما كنا قليلين خبره لسه. كلنا كنا طلاب جامعات، ولسه كنت انا في سنتي الاخيره في الجامعه، وتخرجت وهون بدات الكارير الاوفيشالي تبعي. فهاي الرحله بسيطة كانت قبل الموضوع يعني. ايه حكايه موضوع بالنسبه انه دايما في ناس يقول لك ايه موضوع مافيا، وظف مافيا،
كريم مافيا. في بعض الشركات اللي موجودة عندنا في الوطن العربي طلعت يعني مدراء للمنتجات الرقمية دلوقتي بيشتغلوا في أكبر الشركات، يعني برضو أو منتجات رقمية أو خدمات رقمية موجودة عندنا في العالم العربي، ويمكن أهمهم اللي موجودين دلوقتي طبعا زي حالاتك دلوقتي. الله يسعدك. صح. فإيه السر وراء إنه يكون شركة زي دول من الشركات دي كلها إنها تطلع ناس تشتغل أو تبقى مؤهلة إنها تشتغل في شركات كبيرة بالشكل ده؟ موضوع ليش حالة تدرس بشكل عام؟ لأنها حالة صارت بنظري زيها صار في مصر، زيها صار في كل دولة كان في شركة مميزة، وهي كانت البدايات للسين لكمباني بدأت من فروم سكراتش وبدأت تكبر وصار فيها جروث. لو نيجي نطلع مثلا على الأردن، صحيح الأردن كان شاهد على السين بشكل أبكر من سوق الأكوزيشن الأول اللي صار في مينا ريجن، عمل سبوت لايت ضخم على الأردن من ناحية استثمارات وغيرها. فبدأ الفي سيز الأمريكية كلها تشوف الأردن كسوق للشركات. لما صار كمان مكتوب، فهاي كلها كانت أردنية، قصة كانت مكتوبة. كان مكتوب وسوق. لما صارت النقل، ففي أكثر من حالة صارت في الأردن، وصار في مصر كثير زيها كمان. أنتجت موضوع فاوندرز 2 شباب كانوا لسه بدهم بداياتهم، واحد منهم طبيب بعيد تماما عن كل البعد، أنتج شركة وبدأ يكبر فيها. بهاي الصورة بتشهد شغلة واحدة، إنه لما يكون الفاوندر نفسه بتعلم، وهذا ميزة الانتربرينيرز اللي طلعوا في مينا في هذاك الوقت، انهم هم فاهمين انه احنا فايتين على مكان جديد، احنا كلنا بدنا نتعلم. فكان بطبيعة الحال من الدي ان اي للشركات هاي ينتجوا مساحة كافية لموظفينهم اللي يتعلموا كمان. ما في كان ماتشوريتي عالي في الماركت. يعني يمكن قبل شوي كنا بنحكي، انا لولا صديق لي اشرف السمهوري احنا ما كنا في الاردن يمكن نعرف شو يعني برودكت مانجمنت. ما كان حدا غيره بيحكي في الموضوع. قابليه انه الشركات تعطيك هذا المساحه كلها جاي من دي ان اي الفاوندرز اللي بعطوا مساحه، قاعدين بعطوك مساحه لان تتعلم وتستكشف. واتوقع هاي مشتركه بين معظم الشركات اللي انتجت مافياز اللي انتشروا. احنا لما بدانا في موضوع، وهون كان فيري انترستينج، وهون حتصير ميك سنس اكثر الصوره بالنسبه لك. بدانا في قسم كان اسمه ريسيرش اند انوفيشن، وكلها ده لسه في موضوع. كان في موضوع. انا اول ما توظفت في قسم اسمه ريسيرش اند انوفيشن، مش ار ان دي، مش ريسيرش اند ديفلوبمنت، كان ريسيرش اند انوفيشن. والسيت اب اللي كنا فيه في هذا القسم كان اجباري يخليك تجرب اشياء مش طبيعيه او مش اي انسان بيسويها. داخل القسم هذا كان بحكي لك كان في انوفيشن بشكل رهيب، كان ما في بزنس از يوجوال. هذا هو الشرط الاساس. وي دونت دو بزنس از يوجوال. احنا دائما في قدامنا كان الاسس تاعت لوسيديا كلها، وعندنا الحريه الكامله انه نفوت في اي مكان ونحاول نخلق انوفيشن عشان نعمل شيء جديد. اذا في سبب اساسي يخلق العقليه تاعت الاشخاص اللي كانوا في ذاك القسم اللي يطلعوا يتحولوا لمافيا، اليوم ما شاء الله برودكت مانجرز موجودين في كل الشركات زي ما انت ذكرت، خصوصا اللي كنا موجودين في ذاك المكان، ومنهم فاوندرز اليوم، منهم ناس سينيورز. كان المشهد هذا اللي بيصير داخل القسم. احنا كانت عندنا حريه مطلقه نجرب. كان اسمنا انوفيشن اوفيسرز، كان الرول تبعنا انوفيشن اوفيسر بذاك الوقت، لعن ما صححوا اشرف سمور خلاها برودكت مانجمنت، وكان بداياته. وكنا برودكت مانجرز هاندز اون بشكل تام. ما كان عندنا ديفلوبرز، ما كان في ديزاينرز. كنا نبني نعمل ديزاينات، نعمل بروتوتايب، ننزل الشارع في عمان، نلفلف في الشوارع، نجرب، نعمل فاليديشن للايدياز. انه مثلا لو محتاجين الان شخص، نطلب اوبر يجينا على الهاي، كان نطلب اوبر او كريم يجونا على باب الشركه، ننزل نوقف معاهم، نقول احنا طلبناكم بس عشان نعمل معاكم السيرفي الفلاني. هاي الشيء اللي انا بنظري بنتج مافياز، بنتج هاي فاوندرز، دي ان اي، انوفيشن، وانك تعمل بزنس بس مش از يوجوال. بس انا تاكيدا على كلامك افتكرت حاجه مهمه جدا. انا برضو تربيه ستارت ابس يعني واحد من اعظم واكبر او يعني يمكن اول ستارت اب في مصر هي اللي خدت الايكو سيستم بعد كده في الحته بتاعت الانفستمنتس. واول متهيألي ستارت اب او تكنولوجي ستارت اب في مصر تاخد انفستمنت
من جهات خارجيه يعني في سيز مم. عالميه وكده. كان مديري المباشر طبعا الفاوندر امير شريف بتاع يعني تبع وظف. وكان دايما انا شخص برضو شويه كنت بغلبه في حته ان انا يعني شويه عنيد في يعني شويه بديبيت مش عارف ايه الكلام ده كله. فجينا بعد كده كان يقول لي طب خلاص let's do it your way, let's experiment ونشوف الاوتكم عامل ازاي. لو انت طلعت صح انا وانت هنتعلم، لو طلعت غلط هندور على طريقه تانية. فمن هنا هي دي الثقافه فعلا اللي خلتني انا اتعلم حتى كمان اغلط كتير، اتعلم كتير وحاجات تانية مختلفة. فأنا متفق جدا إنه دي ان اي من الفاوندرز. دي ان اي من الفاوندرز اكتسبوها من زي ما حكينا الثقافة اللي صارت من بعد ما المنطقة هيك انكشفت وبدأ العالم العربي يبدأ يفكر بأنه أوكي في شيء مختلف عن فكرة إنه بس شركات عظيمة وكبيرة برأس مال كبير. أنت اليوم بإمكانك تبدأ، وهذا كلياته طبعا مع طلعة الإنترنت. يعني أنا هذا هو السبب، وبشوف إنه أي شركة عملت شيء كبير فشلت بإنتاج مواهب وتالنتس للماركت كان بسبب إنهم كانوا سوبر ستريكت، وأنا بعرف كثير شركات بهذا الشكل. طيب كله لوسيديا والتحول الكبير. طبعا اولا لوسيديا دلوقتي غير لوسيديا 2016. صحيح خالص. اولا عايز اعرف منك، اشرح لي كده يعني ايه يبقى في عندنا شركه هي مجالها تحسين الكاستمر اكسبيرينس، زي ما تقول كده السوشيال ميديا ليسننج والحاجات المشتقات الخاصه بيها. انا عارف ان انتوا عندكم منتجات كتير ويا ريت يبقى عندنا وقت ان احنا نتكلم بسرعه عن كل منتج كده على حده عشان نعرف قد ايه اهميه الكلام ده وايه الامباكت بتاعه على البيزنس اصلا بشكل عام. اشرح لي كده لوسيديا المجال اللي هم بيشتغلوا فيه ده دلوقتي هو عباره عن ايه؟ ببساطه لوسيديا منصه اداره خدمه العملاء. هي الاداه اللي بتحتاجها اي شركه، اي مؤسسه، اي حكومه، اي قطاع او مؤسسه اتم ديجيتال ترانسفورميشن، صار قادر على انه يكون عنده ديجيتال تشانلز بتواصل قاعد مع عملائه من خلال هاي او مع مواطنيه حتى كحكومه. لوسيديا بتقدر تكون الباك بون لهذا التحول وخلق افضل تجربه لهم. كيف؟ احنا اليوم في لوسيديا مجموعه منتجات داخل منصه واحده. يمكن هذا واحده من الاشياء اللي ذكرت لك اياها. لوسيديا بيميزها اليوم في مينا ريجن. في كثير شركات بيقولوا انهم عندهم سويت اوف برودكتس، لكن في لوسيديا فعليا سويت اوف برودكت، وهذا في العالم حتى مش بس عربيا، في العالم قليل. يعني انت عندك هوت سويت، عندك سبرينكلر، عندك لوسيديا، كم شركه في العالم ترى اللي عندهم سويت اللي منتجاتهم مترابطه مع بعض. طبعا اليوم في شركات كثير عندها مئات المنتجات من الشركات الكبيره والصغيره، لكن الفرق بين السويت اوف برودكت ومنتج واحد، لو تكون سويت اوف برودكت انت بتاخذ هون بتقدر تيجي تحكي احنا بنقدم لك تجربه كامله وامكانيه انك تدير تجربه عملائك 360 من بدايه ما تبدا تتعامل مع هذا العميل الى مرحله ما يبدا يكون لويال وفي تماما للبراند اللي عندك، وتقدر حتى كمان تو اكسباند معه او تو جرو معه. احنا عايزين نقول كلام ايه بسيط شويه علشان الناس ما تفهمناش ان احنا لو ايه انتوا بتعملوا سي ار ام يعني. فهذا دايما بنوقع فيها. فالاجابه طبعا انا عارف وانت عارف انه لا، لوسيديا مش عباره عن سي ار ام. لوسيديا ممكن تيجي on top of everything, all your tools. بالضبط. حتى السي ار ام، حتى السي ار ام بالضبط. فخلينا يعني من ناحيه استراتيجيك، انا لو هستخدم لوسيديا هستخدمها ليه؟ ايه اللي هستفاد؟ عشان تسمع مبدئيا. عشان تسمع ويجيب نديك العيون والأذان اللي تحتاجها عشان تسمع فعليا صوت عميلك. إذا بدنا نختصر في البداية، إذا سمعت وبدأ صوت العميل واضح بالنسبة لك، وهذا من خلال مثلا منصة لوسيديا اللي هي السوشيال ليسننج، أنت بإمكانك تأخذ قرارات أو تبني فرضيات على أساسها تحقق من هاي الفرضيات، وبعدين تقدر تأخذ قرارات. فإذا الشيء الأساسي اللي هخليك تسمع ايش بصير قاعد في تجربة عميلك وطريقة تعامله مع مؤسستك او البراند اللي عندك، ومنها هناك تقدر تبني
خطتك الاستراتيجيه، تفل الجابز اللي عندك وتحسن وتضبط الاشياء. هذا بشكل اساسي يعني. لكن طبعا هون البدايات، واحنا اخذنا لوسيديا لمناطق مختلفه. يعني احنا خلينا الناس قادره انها تسمع، خليناهم يقدروا تفاليديت بحيث انهم يتحققوا من نتائجهم والفرضيات اللي بيطلعوا فيهم من اللي سمعوه. اخر بارت اللي هو تو اكت، كمان ياثروا في تجربه العميل. انت شايف في مشكله عندك، طب ليه تخليها تضلها موجود؟ ليه تسمع بس من لوسيديا وتروح تتاكد؟ لا، انت اليوم بامكانك داخل لوسيديا تروح تحسن هاي التجربه. عميلك بيشتكي قاعد من منتجك بسبب سوء، بامكانك تروح تساعده. بكل ده بيسمع في نفس المنصه، اقصد يعني بالضبط. انه من كل الشانلز بتقدر تسمع منها. مهما كانت الشانل اللي عندك. يس. لو انا دلوقتي عايز استخدم لوسيديا، قول لي كده يوزد كيسز من ناحيه الاي اي ممكن استفاد منها ازاي؟ يعني الاي اي هيعمل لي ايه؟ انتوا بتتكلموا دلوقتي عن الاي اي. يس. متهيألي اول ما ابتديتوا في 2016 فاوندنج تيم ابتدى لوسيديا، غير دلوقتي خالص. حتى في 2020 ما كانش فيه ولا 21 ولا حتى 22. بس المنصه دلوقتي عندكم انتوا بتقولوا ان انتوا بتستخدموا اي اي في يوزد كيسز كتير بالنسبه للكاستمر اكسبيرينس والاناليسز والحاجات دي كلها. صح. طبعا لوسيديا نيتيف اي اي، وبدات كاي اي كومباني. يعني ايه نيتف اي اي؟ كل شيء انبنى داخل لوسيديا بايدين الفاوندرز في لوسيديا. بداياتها كانت اصلا كموديل. هذا الفيري انترستينج بارت في لوسيديا، انه اليوم في كثير شركات في العالم قاعدين يحاولوا تو ادابت الايرا اوف اي اي اللي قاعد تصير والتطور اللي قاعد يصير. لوسيديا بدات الدي ان اي تبعها اي اي، وكان الموديل سنتمنت للغه العربيه. هاي بداياتها، بحيث انك انت تقدر تدخل اي نص عربي على الموديل اللي كان موجود اللي هو السنتمنت، ويطلع لك اذا هذا ايجابي سلبي محايد. وكانت بداياته بغط اللي المميزه كانت فيه انه مش بس عربي فصحى، كان عربي بلهجات. فمن هذا الموديل تم برودكتايز الموديل وانتجت اللي هي السوشيال ليسننج. وهذا كان بعد النظر الموجود عند الفاوندرز ونظرتهم المستقبليه للموضوع، انه اليوم التكنولوجيا موجوده، طب كيف نقدر نحول التكنولوجيا هاي لحل يساعد الشركات انهم يفهموا اكثر. طبعا مع التطور التكنولوجي والناس كانت ب 2016 استخدام الانترنت والسوشيال ميديا عالي جدا، ومعظم الناس بدأت تعبر عن آرائها بمنتجات وعن البراندات وعن تجاربهم كمشتركين ومستخدمين في المنصات. شافوا الكاب هاي. انت اليوم لا يمكن انك يكون عندك لا موظف ولا حتى مليون موظف قادر على انه يفوت يقرا كل بوست انكتب عن البراند تاعيتك اذا كنت في السوشيال ميديا. طبعا، خصوصا لو شركه كبيره يعني. بالضبط، خصوصا لو شركه كبيره او براند كبير. فانت لا يمكن انك تحصر كل هاي الاراء، ولا يمكن انك تضلك مخلي التيم هذا يضل شغال. فكان الموديل هذا ميزته، لو جبنا هاي الداتا حقدر انا ببساطه احكي لك ايش الايجابي والسلبي، هذا فقط. ومن هناك بدات الفاليو تو اكسباند تو اكستند، حتى انه اوكي بنبدا سنتمنت، وبعدين بدانا صار عندنا من الدات كميه الداتا الكبيره اللي بتيجي، صرنا قادرين انه نعرف الجندر من البوستات الموجوده عندنا. نقدر نعرف الثيمز، نعمل كلاسيفيكيشن، بمعنى انه والله هذا ايجابي بتكلم قاعد عن المنتج الفلاني، هذا سلبي لكن بيتكلم عن تجربته داخل الفرع مثلا. وبيحصل اوتوميشن بعد كده بيزد على الكاتيجورايزيشن دي. بالضبط. ومن هنا كانت تكبر شغلات. فاليوم الاي اي وين؟ احنا كنا جوابا على سؤالك، يس احنا بدأنا في سنتمنت 1 موديل. ممكن احنا اليوم بنتعامل مع اكثر من 40 موديل. لوسيديا حتى في عندها LLM خاص فيها اليوم نستخدمه متخصص في تجربة العميل، اللي بيسمح لنا مساحة اليوم انه نكون من الاوائل بالمجال سبيشالي في اللغه العربيه. حتى بعد التست اللي عملناه مع اوبن اي اي تفوقنا عليهم في اللغه العربيه، حجم الداتا اللي درسناها وتخصصنا الاساسي. يعني احنا ما بنقول لك احنا احسن ناس في اللغه العربيه في الاي اي في كل شيء، في المجالات الطبيه وفي لا احنا في تجربه العميل، خصوصا النصوص المرتبطه في تجربه عميل. فاليوم الحمد لله عندنا مساحه، يعني بيحكوا لها تك ستاك ضخم واي اي ستاك ضخم. تيم سعودي طبعا داخل السعوديه، بين المنتجات من داي 1 وانتجناها.
تقريبا 1 من كل 4 بيج انتربرايزز يعني بيستخدموا لوسيديا في السعوديه. في يس، السعوديه تقريبا. وده رقم محترم. الحمد لله. وكمان بتشتغلوا مع وزارات او حكومات، صح؟ تقريبا يس، احنا عندنا 80% آه، من الحكومات الوزاره والهيئات في السعوديه. حلو قوي. وده طبعا بيعقبوا المفروض، او يعني من قبل الوصول ليه اصلا المفروض انه انتوا عندكم ترتيبات خاصه بالسكيورتي والبرايفسي اوف داتا والحاجات دي كلها، خصوصا ان دي داتا متعلقه ممكن حكومات، ممكن صح. وزارات، ممكن شركات كبيره ضخمه، وداتا بتاعت عملاء. فبالتالي انتوا عندكم او على عاتقكم مسؤوليه كبيره في القصه دي. انت from product perspective ازاي بتقدر تمانج ده وتخطط له كويس؟ شوف، على قد ما الموضوع، على قد ما التوبيك هاي بتبين انها صعبة to be managed، على قد ما بتكون سهلة اذا كانت اداريا الشركة تنبنى على اساس انه انت تقدرش تطلع على البرودكشن الا لما تكون مارق بخطوات معينه. يعني خلينا احكي لك شغله، احنا قبل ما تبدا في السعوديه القوانين الريجوليشنز اللي طلعت بخصوص الاي اي والديتا برايفسي والشغلات هاي، دي ان اي للبيلدرز داخل انجن لوسيديا اللي هم البرودكت مانجرز والديفلوبرز والشغلات هاي، كانت عندنا الداتا اساس لسبب ما بديش احكي لك انه تماما مجهود شخصي منا احنا كاشخاص، انما اداريا كان هذا توجه انه احنا ما بنطلع برودكشن او ما بيكون عندنا شغل برودكشن ليفل الا لما نتاكد انه الاشياء سكيور. والشغله الثاني كان احنا على لما بنتعامل بلوسيدي بنتعامل مع ثيرد بارتيز، احنا بنعتبر حالنا البيت اللي في النص وكل اللي بنتعامل معاه ثيرد بارتيز. هذول الثيرد بارتيز هذول اكثر ناس عندهم ريجوليشنز بالداتا برايفسي، فاذا حتتعلم هتتعلم منهم. يعني انت اليوم بدك تطلع، انت تتعامل قاعد مع تويتر، تتعامل مع فيسبوك وانستغرام، هذول يعني هذول فعليا ممكن يكونوا اكثر عذاب اليوم لو تسالني فيه اني اتعامل معاهم عشان اقدر اخذ من عندهم داتا. ليه؟ لازم امرق بالريجوليشنز والشغلات. فبطبيعتي حتى لو ما كنت اوير بكثير من الامور اللي تتعلق في الداتا برايفسي وغيرها، بتعلمها قاعد منهم، من الريجوليشنز اللي بيحطوها علينا وغيرها. فبنفس الطريقه احنا قاعدين نطبقها احنا على البلاتفورم تبعنا، لانه مطالبين بانه نقدم لهم ريبورتات شهريه انه الداتا بيتم مسحها، الداتا بيتم التعامل معها بالطريقه الفلانيه وغيرها. لانه اي تسرب من داتا هو مش بس مسؤوليتي، مسؤوليه الشركه اللي اعطتني الداتا، فكلنا بنتحمل مسؤوليه مع بعض. عرفت كيف؟ طبعا. فهم مطالب منهم انهم يعملوا. ف الطريقه اليوم بقدر اقول لك بسيطه الحمد لله، لانها جزء من منظومتنا، صار جزء من اللايف سايكل ديفلوبمنت تاعت لوسيديا. احنا كنا من الاوائل في الساند بوكسز حتى لتطبيق الريجوليشنز في الاي اي وفي الداتا برايفسي في المملكه وفي اماكن ثانيه مختلفه كمان. فانتجنا مع بعض يعني كنا جزء من هاي التجربه، وكنا من الاوائل اللي كانوا ابلايد للريجوليشنز لسبب واحد بقول لك، هي كانت بسيطه بالنسبه لنا، ما كان شيء صعب، كان بسيط لانه كان شيء اساسي زيه زي لما تعمل تيستنج قبل ما تطلع برودكشن. انت نيد تو ميك شور انه الاشياء عندك سكيور ماشيه على ستاندردز عالميه. انا بس عايز افكر الناس ان احنا بنسجل في الرياض. احنا ما زلنا بنتكلم دلوقتي، هنكمل كلام عن يعني عن لوسيديا، بس ريفلكشن على طريقتك واسلوبك تمام. في البرودكتس. طبعا لوسيديا هو منتج سعودي تم انتاجه بالكامل داخل السعوديه. حابب اعرف منك كمنتج رقمي او كمدير منتجات رقميه، ايه، تعال ليتس جيت باك تو بيزكس بقى. اوكي. ايه البرودكت لايف سايكل بتاعتك؟ وانا عارف انها بتختلف في اجراءاتها ما بين استراتيجي، طبعا في شويه اساسيات، بس يعني في شويه اختلاف ما بين برودكت مانجر لبرودكت مانجر، او استراتيجي شركه لاستراتيجي شركه ثانيه، على حسب صح. الخبرات وعلى حسب الموديل، او يعني او الاندستري او السيكتور اللي بيشتغل فيه. ممكن تقول لي كده بالنسبه لك، بالنسبه لحسن دلوقتي، حسن انت بنيت اولموست اكتر من 7 ل 10 منتجات جوه لوسيديا، جوه الامبريلا بتاعت لوسيديا. صحيح. هما من انجح المنتجات الخاصه بالسوشيال ميديا ليسننج تولز والكاستمر اكسبيرينس والكلام ده كله اللي موجودين دلوقتي في العالم. وي ار اول براود انه هو ده منتج عربي الحمد لله، وبيكمبيت مع منتجات موجوده بقالها سنين قبل لوسيديا بكتير. خليني اعرف منك كده، انت ايه اللايف سايكل؟ اول شيء
ما في إشي اسمه، أنا دائما هاي بحكيها حتى في السيشنز لما بعمل أي تريننج لفاوندرز أو ل برودكت مانجرز، ما في شيء تمشي عليه حسب ما الكتاب بيقول. تمام. صح ما فيش صح. في بيلدينج وبرودكت. انت ذكرت فاكتورز كبير، ذكرت السيكتور اللي بتبيعه، ذكرت الاندستري، الفيرت، واليوز كيسز اللي انت بتخدمها. اليوم في لوسيدي احنا اسمنا الدومين تبعنا هو انتربرايز سولوشنز. انتربرايز سولوشنز مختلف تماما عن اي برضه اي ساس ثاني. انت مش بس بي تو بي، انت انتربرايز سولوشن. يعني انت تبيع ايش قاعد سمول ميديوم بزنسز في انتربرايزز which is make sense، لانه مين اللي بده يكون ماكل هم خدمه العميل وعنده عنده هذا الكم من العملاء الضخم بحيث انه يضطر انه تمونيتر ويبني تجربه عميل. هم الانتربرايزز. انتربرايز للامانه من اكثر السيجمنتس الحساسه جدا، واللي بتاثر بشكل كبير في تجربه في خلينا نحكي اللي هي اللايف سايكل ديفلوبمنت تاعت السوفت وير. وحتى دورك كبرودكت مانجر الاول بيكون كل الانتربرايزز بدهم الاشياء زي ما هم عايزينها، مش زي ما انت عايزها كبرودكت مانجر. انت ممكن تحاول دائما توصل لمنطقه تكون فيها الامور جينيريك بحيث انها تنفع لكل العملاء الموجودين، لكن الكستمايزيشن عباره عن كي بالنسبه للانتربرايز. انا بدي الفيتشر بالطريقه الفلانيه، انا محتاجها تعمل الفانكشن الفلاني. تمام. هذا واحد. اثنين، بالانتربرايزز ما بنتظروا شيء. عامل الوقت مش موجود عندك. يعني انا اليوم محتاج هاي الفيتشر، فانت ممكن تاخذ لك اسبوعين، شهر ماكسيمم تكون طالع بالفيتشر، او اذا ممكن تكون حتى بحجم منتج بعض الاحيان. عرفت كيف؟ الدور الاساسي اللي بيساعدنا على انه ندير هاي العمليه وهاي الطلبات وتعقيد التعامل مع الانتربرايز هو انه يكون في اول شيء استراتيجيه واضحه للشركه، رود ماب واضحه للشركه، مانجينج اكسبكتيشنز مع الكاستمر. ولو توفرت هذول الثلاث امور بتساعد التيم الداخلي اللي بيبنوا كيف يمشوا على خطى الاستراتيجية. يعني احنا اليوم في اي طلب بيجينا بنعرف كيف نوصل لمكان يكون مناسب لكل باقي العملاء، وبنفس الوقت ما نكون قاعدين نبني شيء خارج الطريق تاعتنا، لانه كثير سهل، كثير شركات تقدر توقع فيه. كيف تبني طلب اليوم للعميل الفلاني، لكن هذا الطلب انت عارف انه ممكن يطلعك برا تركيزك خصوصا كتجربة عميل. فبحكي لك تواجد هذول الثلاث. بوجود هذول الثلاث تجربة العميل، تجربتنا في البناء بتكون شبه أي تجربة ثانية. اللهم أنها في لوسيديا اليوم أساسها العميل. إحنا شركة بنساعدك تسمع لعملائك، فإذا إحنا لازم نكون أكثر ناس بيسمعوا لعملائهم، ومن هون بتنبنى الرود ماب تاعتنا وبنبدأ تو ديزاين الأشياء. أنا مثلا برودكت سبيشالست في التيم عندك، وجيت قلت لك يا حسن أنا عندي فكرة جميلة جدا، في فيتشر حلو قوي لو ضفناه هيعمل يعني حاجة كبيرة جدا. انت لو بصيت للموضوع من بره هتلاقيه رهيب مثلا. اوكي. هتعمل ايه؟ فاحنا دائما اول شغله بنسال، طبعا احنا نطلع دائما على الار او اي من اي اكشن او اي ايفورت ينحط من عندنا في التيم. فاول شغله بنبدا فيها الامباكت، هاو وي كان ميجر الامباكت اللي حيعملوا هاي الفيتشر. طبعا عشان يقدر البرودكت مانجر او البرودكت سبيشالست في التيم تو ميجر الامباكت ويقيسه، لازم يكون اول شيء نتاكد من البروبلم ديفينيشن اللي قاعدين نشتغل فيها، عارفين مين هم الناس اللي حنساعدهم، والثالث والاهم متاكدين من انه المشكله موجوده. هذا اهم شيء. كثير في ناس عاده they assume انه المشكله موجوده او بتخيلوا انه المشكله موجوده، لكن لما تروح تقعد مع الناس الحقيقيين او المعنيين تكتشف انهم ما بيعانوش منها بالحجم اللي انت متخيله. فالفاليديشن بيجي المرحله الثالثه. المشكله مش بينفول قوي. ايوه، المشكله مش بينفول انك تبني عليها سولوشن او تبني حواليها سولوشن، مع انه سبحان الله في اماكن مختلفه ثانيه ممكن تكون هم مش شايفين انها بين، بس لما انت تو بوينت عليها يكتشفوا انها بين فعليا. البرودكت مانجر لما يحقق هذول الثلاث امور من مراحل الفاليديشن المشكله، بيجي البارت الثاني ليتس ميجر الامباكت. ايش حجم الامباكت اللي حنسويه على المنظومه؟ هل هذا الشيء اليوم لو كان على البرودكشن ويل بوش لوسيديا فورورد ولا لا؟ هذا هو السؤال دائما الموجود عندنا. طب هل ده معناه يا حسن ان انت ممكن زي ما بنقول كده انك تو كيل فيتشرز ات سام بوينت؟ اصعب شيء ممكن الواحد يعمله، اصعب
تحتاج ماتشوريتي جدا عالي صراحه. هذا القرار على وجه الخصوص. في ناس كثير ممكن تقتل فيتشر، بس تقتلها لانها بس ما في يوزر بيستخدموها، بس ممكن ما يكون this is the right call. في اسباب كثير مختلفه انك انت تقتل فيها فيتشر. صحيح انه ممكن يكون في عميل ما بيستخدمها، لكن في كثير فيتشرز بتنقتل لاسباب زي في نيو تكنولوجي ممكن تقدم لك الشيء بطريقه مختلفه. سبيشال اليوم احنا بنواجه هذا الموضوع ترى. هسه لما بدانا اليوم تو ادابت الاي اي، كثير من الليجاسي واي، لانه صار اسمها ليجاسي لما صار في جين اي اي، فكثير من الليجاسي واي تو بيلد ثينجز اليوم بتحتاج الشركات تو كيل ات. اليوم في شركات كثير كبيره they start cutting و killing units كامله من البرودكتس اللي كانت موجوده عندهم. صحيح. تختلف الأسباب وبتختلف الأشياء، لكن الماتشوريتي الأساسية اللي بتحتاجها إنك أنت تكون عندك observability عالية، بحيث إنك أنت قادر تشوف كل شيء داخل المنتج عشان تقدر تاخذ هاي القرارات. انت قلت لي حاجه مهمه جدا، لازم ما تعديش كده، اللي هو مش السبب الوحيد ابدا انه عشان اكل فيتشر انه يبقى ما بيستخدمش. يس، لانها بتتعالج هاي المشكله. احنا زي كانك بتقول لي انا كل ما سن وجعك انا حشيل الضرس، فهي هاي خطأ، او حمسك السن واشيله تماما. هذا مش علاجي الموضوع، هذا خلص انت بتقتل قاعد اي فرصه تطور في المكان هذا او تحسين. فعشان هيك هو مش هذا السبب الرئيسي. انت عميل ما بيستخدمش الفيتشر، انت اول شيء لازم تفهم ايش اللي صاير فيها، شو البعد من انه الفيتشر ما بيتم استخدامها، لانها 100% تاخذ قرار بنائها بناء على بين او على توجه معين او على ريكوست من عميل. لما توصل لمكان ما بتتم استخدامها، اول شيء بنعمل ديباجينج، نفهم فيه شو اللي حاصل، ليش ما بتمش استخدامها، وعلى اساسها بعدين بناخذ القرار. فهذا واحد من الاسباب. الاسباب الثانيه قلنا تغير تكنولوجي، تغير السوق قاعد بتغير. انت بتحتاج فعليا تريفامب الفيتشر هاي كامل او تقدمها بفاليو مختلفه. واحده من الاسباب الثالثه وكثير برضو توقع فيها اكثر الشركات في مراحلهم الاولى كستارت اب، اللي هي بناء فيتشرز بتوجه معين. كان انت رميت الام في بي، رميت منتج اولي بسيط في هذه الفيتشر، ولو حتكمل عليها ممكن تفتح لك باث انت مش لازم تروح فيه. سبيشال لانه ممكن فعليا مش لازم تروح فيه، مش لازم تروح فيه، لانه ممكن فعليا يشتتك. لو في شيء واحد ممكن نطلع عليه ويكون يعني لو ندرس معظم الستارت ابس في العالم كلها، هو احد اهم اسباب الفشل، حنلاقيه التركيز، فقدان التركيز كفاوندر. الادرينالين اللي عندك عالي كفاوندر، بنفس الوقت انت خوفك عالي جدا. في شركات كثير كبيره بتنافسك او خايف انها تنافسك، فممكن تاخذ كثير قرارات انك عايز تعمل كل حاجه، لانه انت عايز ترضي العميل، وعميلك هذا اول دولار دخل لك اياه للشركه، فانت مستحيل تقول له لا. فهون بتبدا كثير من الاخطاء تصير، واخطاء انا بنظري لازم تصير. احنا هنعرف منين السكوب بتاعنا انه ده انجح حاجه ودي اكتر حاجه بالضبط. السوق محتاجها، غير لما نجرب ان احنا نعمل كده ونعمل كده ونعمل كده. صح. يعني نجرب دايركشنز مختلفه، ربما انه في دايركشن منهم هو اللي يكون اظبط دايركشن اصلا واكبر نيد، فبالتالي بعد كده خلاص نحول كل الفوكس عليه. 100%. عشان هيك انا بحكي مش عيب ابدا اللي بيصير في هاي المرحله، لانه هو اللي بديك فعليا الروم المناسبه لانك انت تستكشف وتعمل اكسبيرمنتس. يعني فعليا العيب في هاي المرحله انك انت ما تكون اخطات وما يكون عندك كثير اخطاء موجوده داخل المنتج تبعك. انا هذا بنظري، اذا ما اخطات كثير وما طلعت فيتشرز مختلفه وجربت مع عملاء، ضربت بالقلم زي ما بتقولوا مره ومرتين وثلاثه من العميل ومن الماركت، 100% ما حتقدر توصل للافضل فريم ورك تطبقه عندك داخل التيم والشركه، عشان بكره انت فعليا تجرو وتوصل لاشياء افضل. بعض الاحيان كانك بتقتل البيبي تبعك، ابنك. صح، لان انت كنت مؤمن تماما بهاي الفيتشر، مؤمن بهذا الشيء اللي بدك اياه. ممكن تكون كان في فعليا ارقام بتساعدك انك تعزز ايمانك فيها، لكن المهم انه نكون ماتشور انف، وانه نحكي في الوقت الصح، انه it should be killed. لانه كل ما ظلت موجوده كل ما كانت عبء، وكل ما كان اثرها السلبي اكبر على المنتج كمنظومه. حسن، هو ال AI هيساعد الساس برودكتس انها
تكون افضل، ولا هيبقى في تشالنج كبيره بعد كده مع الابديتس اللي بتحصل تقريبا كل ساعه؟ هو في اثنين صراحة، هي حتساعد وفي تشالنج عشان نكون واقعيين، وحتكون بتخوف في بعض الأماكن كمان. يعني أنا ماخذ أنا في مكان هيك في النص من بين كل الآراء الموجودة في السوق. في ناس بتقول لك إنه ال AI حيشيل السوفت ويرز وحنكون مور في ايجنتك هيك بلاتفورمز وفانكشنينج كله ثرو ايجنتك اي اي والتفاصيل هاي. في ناس بتقول لك لا، الموضوع مختلف. في ناس بتقول لك هو تحديات بدنا نتعامل معها واداب. انا بشوف هم الثلاثه كامل بحسب قطاعات معينه. في قطاعات فعليا حتنتهي اليوم، في كثير قطاعات انا بشوف انها حتكون مهدده الفتره الجايه، زي مجالات السيكاس مثلا، اللي هم الكول سنترز اللي كانوا موجودين كسوفت وير. ففي مجالات عندها تحديات، في مجالات ممكن تغير تماما وتضل بس منها الانفراستراكشر. انا اللي بشوفه انه السوفت ويرز اليوم لازم تشتغل على شغلتين اساسيين، وهذا فعليا من التوبكس اللي احنا في لوسيديا خلال السنه الماضيه من اهم التوبكس اللي عندنا، كيف نكون ايجنتك فريندلي. ايجنتك فريندلي اليوم لازم تكون one of your objective اذا بتبني اي سوفت وير او عندك سوفت وير او عندك existing company. كيف انا اكون ايجنتك فريندلي؟ لانه اليوزرز الفتره الجايه مش حيكونوا بس هيومنز، حيكونوا ايجنتس. هذا لا مفر منه. لسه كنت هجيلك على حته ليها علاقه بالقصه دي. انتوا ايه الاستراتيجي بتاع، يعني مش عايز اخش في تفاصيل طبعا، ممكن تكون مش متاحه للناس يعني، بس اقصد انه ايه البراكتس اللي ممكن اي ستارت اب صغيره تكون لازم تخلي بالها منها علشان تعرف انها تواكب هذه الابديتس بشكل سريع؟ لانه اللي بيحصل الحاجات بتظهر، والحاجات دي في الغالب حتى كمان لما بيبيتش قدام الانفستورز او في سيز او مش عارف ايه، فبتلاقي ان هو ممكن الاي اي يريبليسه بسهوله لو عمل ابديت بكره الصبح. ايه الحاجات اللي ممكن يعملها، او ايه كبرودكت مانجر ايه الحاجات اللي ممكن هو يتخيلها علشان خاطر ما يتحطش في الموقف ده؟ دايما جوابي اساسي، اذا انت شايف المشكله اللي بتحلها في دبث اعلى من انه الشركات الكبيره يكون عندها الوقت الكافي انها تدخل فيه، هاي هي مكانك انك انت تبني فيه الستارت اب تبعك او شركتك. بمعنى بكره لو كلود عمل اوريدي امبارح دي انونس اللي هو الديزاين صح. فيتشر، وانا جدا متحمس للديزاين فيتشر. اول رياكشن صار في الماركت كان انه فيجما دروب الستوك تبعهم. لسه كنت هقول لك بالضبط، يعني انا لسه كنت هسالك وقلت لك بصيت على فيجما بعد ما الخبر ده راح. فيجما دروب تاني. هل هذا معناه نهايه فيجما؟ انا بنظري لا، هذا مش نهايه فيجما، هذا رياكشن للماركت طبيعي بيصير دائما بعد اي شيء. ليه؟ لانه اللي موجود عند فيجما مختلف تماما. الموجود عند فيجما اليوم، فيجما بتقدم ايكو سيستمز للديزاينرز كامله، مش بس تعطيك ديزاين او بروتوتايب. الرياكشن تاع الماركت والستوكس اللي صارت ما بتاثر على فيجما بس. بكره فيجما ممكن احتاج، يعني لو انا قدامي دلوقتي اي اي ايجنت بتشات معاه وبيطلع لي الديزاين اللي انا عايزه من غير ما انا ولا بدراج ولا بدروب ولا بحط صور ولا بابلود حاجه ولا الكلام ده كله، ليه هختار فيجما؟ انا بقول لك كده عشان انا فعلا يعني عندي فضول اعرف الفرق. لانه في فرق كبير ما بين ديزاين موجود عندك از بروتوتايب او موك اب او ديزاين برودكشن ريدي. هذول التعريفات اليوم احنا عندنا داخل الانجن موجوده. اليوم في لوسيديا احنا عندنا في السايكل تاعتنا من لحظه ما تيجينا الريكويرمنت او البين ونبدا نكتب الريكويرمنت لعند ما نطلع في الفيتشر على البرودكشن، الايجنتك موجودين داخل الفلو تاعت الجين. وعندنا ديزاينات بنستخدمها قبل ما كلود يعمل ديزاين. احنا كنا نعمل كلود برضه كمان ديزاينز وبروتوتايبز لانها اسرع بمليون مره من ان انا اودي الشغل للتيم اللي يشتغلوا واروح اعمل فاليديشن والعميل يجي يحكي لي والله بدي تغير لي كل الواجهه مثلا. طب انا التغيير هذا كله ما هو ممكن ياخذ مني كمان 4 ايام، بكلود ممكن ياخذ مني مينتس. ف100% الشيء، لكن الكلود حيقدم لك اياه هو بروتوتايبز وديزاينز. لو انت شركه جديده ممكن تستخدمها انك تطلع فيها برودكشن، بس لو شركات موجوده اكزيستنج اليوم ما بتقدر تطلع فيها لاسباب كثيره. كواليتي اوف ذا ديزاين، اليوزابيلتي الموجود عندك، ديزاين سيستم اللي انت كشركه بتمشي فيه كامل. في شركات اليوم بتحاول قاعدينها واحنا منها صراحه نحاول انه لما بنتعامل مع الاي اي يكون عنده كونتكست كافي ووافي عن كل شيء، عن الجايد لاينز تاعت البراند، عن الماركتينج، التون اوف فويس طبعا لما يكتب الكوبي في اي ديزاين او بروتوتايب،
السيستم ديزاين. لكن مهما اعطيت هاي الاشياء في اماكن بيفشل فيها انه يعملها بالطريقه الصح ويغطي كل الكيسز وغيرها. وخصوصا كمان إنه هذا الموضوع ستيل اكسبنسيف، وانا بشوف لانه اكسبنسيف هاي فرصه كبيره للشركات زي فيجما وغيرها اللي يلاقوا طرق مختلفه بتركيزهم. واحده بس من النقاط اللي شوفها، خلينا دائما نتذكر ان كلود واوبن اي والشركات هذول كلها شركات ما حتكون عندها التركيز دائما في الاشياء اللي بتسويها. يعني هم بعطوا الكابابيلتيز وبعطوك الادوات اللي انت حتحتاجها كمستخدم. ممكن يبنوا لك بعض الاشياء زي كوورك وديزاين، صاروا شوي متخصصات. لكن التخصص هذا الكيل اللي حيخلي العالم الاساسي يضل ترى موجود، انه انا متخصص في هذا المجال، متخصص بس في اني انا اطور التكنولوجيا تاعيتي في هذا المكان واحل المشاكل الصغيره جدا اللي موجوده في هذا المكان. اذا انت اليوم يو اي يو اكس او اي رول حتى في العالم، انت لازم تركز على الكفاءه. اليوم انا بعمل شغل اللي كنت في اسبوع كيف ممكن اسويه في اقل من هذا الوقت. هذا الاشي الوحيد اللي يكون عندك اوبجكتيف بكل اللي بيصير. شو اللي حيصير من ناحيه تولز وغيرها لما يكون عندك هذا الاوبجكتيف تاع الكفاءه؟ definitely you will find your best tool وغيرها. ما في إشي حيقضي على إشي، الاشياء كلها حتصير متخصصه اكثر، كله هياخد البوزيشننج بتاعه، كله حيكون انفراستراكشر لكله. يعني كلود اليوم اذا بدك اياه يكون افضل في الديزاينات وفي البرودكشن، انت يو نيد تو كونكتد مع بلجنز وتولز ثانيه وام سي بيز اللي تعطيك بروبر ريزلتس وتعطيه الكونتكست الموجود. في الكونتكست هذا من وين تجيبه كلود؟ تجيبه من التولز. المشكله في القرارات، لان كل حاجه بسرعه بتحصل. التغييرات بسرعه، تغييرات تخيل بتخلي شركه بدل السهم فيها كان ب $200 بقى ب $3. فيتشرز جديده بتظهر، انا مش عارف اخليني ابقى كومباتبل مع مين ولا مين. انا كشركه او 100% او برودكت بقى لي فتره طويله. وما بدناش نسخف الموضوع. شوف انا الامانه انا برضو ما بدي هو في النهايه في مصلحه مصلحتنا كلنا. ولكن انا بتكلم على تشالنج من ناحيه الستارت ابس والبزنسز. انا شوف انا ما بحبش اسخف الموضوع واحكي انه هو بسيط وبس لازم والله تؤدب، لا هو بخوف. هو فعليا بخليك انه انت بكره لو فكرتك اللي انت طالع فيها تفشل بسبب وان ريليز كلود طلعته الساعه 12 بالليل زي ما بتعمل كل يوم قاعده، بس شو بالمقابل قاعدين بعطوك كفاءه انك ترجع تبني بسرعه. صح يعني انا اليوم فاوندر، لو تعال علي قبل 4 سنين لو بدي اجي ابلش فكره للبزنس تبعي، انا كم كان حياخذ مني؟ شو المجهود اللي كنت بحتاجه والتيم اللي بحتاجه والاشخاص اللي بحتاجهم عشان ابني منتج بسيط جدا MVP. مقابل انت اليوم انا بكره ممكن اعمل برودكت واغير كل توجهي واغير البزنس موديل تبعي كامل كلياته واروح ابني برودكت جديد وانزل على السوق فيه. هو سهوله انتاج المنتجات اللي بقت موجوده دلوقتي. انا هقول لك على سبيل المثال، ابتديت ان انا انفويس كاستمرز، فعايز ادور على انفويسنج سوفت وير، عايز اطلع فاتوره، رحت عملت انفويسنج سوفت وير برودكت. يعني انا ما فيش داعي لا تروح تشترك مع شركه، ما فيش داعي انا اروح اشترك. مين خسرني؟ واحد من الناس اللي او واحد من الشركات اللي عندهم السوفت وير ده. صح. وقيس عليها بقى ايه حاجات مختلفه. فقعدت افكر فيها، قلت لو كل واحد ابتدى يعمل منتجات خاصه بيه، طب ايش حال بقى الشركات الكوربريتس الكبيره اللي ممكن تنفست في تيم صغنن كده وتبيلد لنفسها their own software. انا بشوف انه ممكن نوصل له، بس مش موجود اليوم للامانه. هذا الشيء اليوم ما بيحصل، لانه انت ما في شيء اسمه برودكشن ريدي بيطلع من مخرجات ال LLM. هاي بدنا نكون سيبك من كل اللي نشوفه في لينكدين ونشوفه في تويتر من تسويق وغيره في كيسز، لكن عشان تطلع بشيء برودكشن ريدي انت محتاج متخصصين. بس اليوم حيحصل. شوف حيحصل، بس برضو بنرجع لمرحله ثانيه كمان. حيحصل، هل الشركات حتعمله؟ انا بشوف انه مش بالضروره، لانه هذا واحده من الاشياء اللي حتكون سبب من الاسباب اللي حتاثر بتركيز الشركات. يعني انت اليوم الشركه صغيره بدك انفويس، ماشي، انا ما عندي مشكله انك تروح تبني انفويس ولو بعطيك الفاليو اللي انت بدك اياه. يعني الشركات الكبيره يروح يترك كل تركيزه والتفاصيل اللي عنده ويروح يعمل فايب كودينج لانفويس سيستم
بتعقيدات الاوبريشن اللي عندهم والسيستم والجلوبال ريجوليشنز لا انا ما بشوف هذا الشيء حيصير. ستيل حيكون في وياخد شركات على مسؤوليته مينتيننج السولوشن والsecurity. والسكيورتي. لا هذا ما حيصير. انا مش شايف انه راح يصير، وحيضل في مجال لماركت بليس الشركات تضل موجوده فيه، تيجي الشركات الكبيره هاي تاخذ هذا المنتج هاي. لكن والله انت ستارت اب وعندك بين بمكان معين تقدر او فانكشن محتاجه، تقدر تبنيها فايب كودنج. هسه هل حيتغير هذا الموضوع؟ احتمال يتغير، بس مش بالطريقه اللي كلنا قاعدين نتخيل فيها، انه كل شيء خلص حيكون دروبد ويتغير والناس حتروح وما فيش بطل في لهم شغل. لا انا ذكرت قبل فتره شغله، ايش الوحيد اللي حيتاثر في العالم كلياته بنظري طبعا هم النيو جوينرز للماركت. هذول المساكين اللي حيتدمروا. يعني اليوم اذا في اثر واحد مش على الناس الموجوده في الماركت واللي بداوا الكارير تبعهم، واللي بيبدا اليوم الكارير تبعه مش متاثر، ترى لسه بتعلم في كثير ارياز يتعلم منها. اللي حيتاثر هو بعد 5 سنين، ان شاء الله يكون 5 سنين مش اسرع حتى من هيك، الناس اللي بتخلص من الجامعات وبدها تدخل الماركت. انا وانت لما بدانا السوق بدانا كيف؟ وان سينيور جاي كان هو البادي تبعنا في الكارير تبعنا، صح ولا لا؟ هو اللي قدر يعملنا اون بوردنج على الكارير، قدر يفهمنا الاشياء. تاسكاتنا اللي كنا نسويها في بداياتنا از نيو جوينرز كانت تاسكات اليوم مش يعني 3.5 GPT اللي هو قبل 3 سنوات كان يعمل احسن منها. شو كنا نسوي؟ كنا نكتب ريكوايرمنت كبرودكت. ما بتقدر تاخذ انت اليوم اذا جونيور برودكت مانجر ما حيكون عندك ديسيجنز على مستوى البرودكت كله، صح؟ تكون تكتب قاعد ريكوايرمنت. ممكن طب ريكوايرمنت ما هي اسهل تاسك ممكن يعملها اي آلة الأنف في الحياه. هي حتى يعني الكوست تبعها ولا شيء يعتبر. هذا المسكين راح من عنده هاي الروم اللي كانت تقدر تخليه. الآن لما نيجي نطلع على الموضوع هذا حيخلق فشل بمنظومة ضخمة، هي منظومة التعليم والبريدج اللي بينهم وبين السوق. التعليم مبني على أساس تجهيز الناس بإسنشال سكيلز بتخصصات معينة، وبعدين ترميها في الماركت بحيث أنه هو يبدأ يستكشف الفرص ويفهم كيف يوظف المهارات اللي عنده والعلم اللي أخذه في الجامعة. لكن ما بتبنيك ما في جامعة اليوم بتدرسك كيف تكون برودكت مانجر. انت قصدك انه دلوقتي المفروض كل الجامعات تبقى جاهزة للتغيير ده عشان نبتدي نلحق اللي جاي؟ تبقى جاهزة انها ما تطلعش من الجامعة نيو جونيورز. ما فيش مجال للجونيورز في الماركت، بمعنى انه الجامعة لازم تأدي الدور اللي كانت تأديه الشركات سابقا اللي هو الكيك اوف للكارير تاع الموظفين. هذا انا بتصوري لازم يصير، ومبارح صراحة لازم يصير بأسرع وقت. لازم يصير. والتخصص والسوق والعلاقة ما بين السوق والجامعات لازم تكون أكبر بكثير. بمعنى ما فيش إشي عام اسمه سوفت وير انجينير. لازم يكون في برودكت مانجرز، لازم يكون في ديزاينرز يو اي يو اكس، لازم يكون في كواليتي اشورنس من السوفت وير انجينيرز. يو شود بريك ات من الآن وتبدأ تتخصص فيها، ويكون الموضوع عملي جدا بحيث إنه يلحق يكتسب مهارات لما يفوت لسوق العمل. أهم مهاراته اللي اليوم ممكن يكتسبها تخليه جدا جاهز لسوق العمل، كيف يكون ايجنتك فريندلي. حتى الشخص نفسه، تخيل الطالب يتخرج يكون قادر إنه يعمل شغل. بس سؤال يعني احنا كنا لما كنا بنحب نتعلم حاجة كنا بنعمل سيرش، كنا بنسيرش على يوتيوب، كنا بنسيرش على جوجل، بنطلع المعلومة وناخد حد مثلا يكون عملها قبل كده بالستبس اللي هو عملها وبنبتدي نعملها. دلوقتي سهولة انه هاو تو دي بقت في اقل من ثانية. هاو تو دلوقتي موجودة قدامك كل الستبس الكلام ده كله بالاي اي، بلس انه هو كمان يقدر يعمل. ففين السبيس او يعني فين السبيس اللي انا ممكن اللي يخليني انا اعرف اتعلم ده؟ جه ازاي؟ ما هو كده سهوله وصول للمعلومه او سهوله تواجد المعلومه مش بتعلمني حاجه. عشان هيك انا بشوف بحكي لك انه الشركات ما حيضل في عندها مكان وروم وسبيس لنيو جوينرز وتخلي سينيور يعلم حدا. السينيور حيكون مسؤوليته الأساسية إنه يشرف على مخرجات البزنس، وهذا التركيز الواحد بس الوحيد اللي حيكون عنده. بالمقابل اللي قاعد بتعلم
محتاج انستراكتور، محتاج شخص اللي يقول له يعطيه جايد لاينز، يعطيه تفاصيل، وهذول انا بشوفهم هم الجامعات. هذا دور الجامعه. فحيتغير دور الجامعه من فكره انه يلقن الطالب المواد من سلايدات ومن كتب ومن شغلات هاي، الى انه تعال نبني اشخاص متخصصين، يعني يصيروا عباره عن برودكشن لاين من المتخصصين اللي جاهزين كامل يضلهم طالعين على السوق ينتجوا. فالانتاجيه حتكون من داي زيرو بالنسبه للنيو جوينر. هذا اللي بيحتاجه الماركت. الشغله الثانيه التعليم بدوره كله بنظري برضه لازم يتغير من فكره انه ينتج موظفين. هذا لازم يتغير كمان. انت اليوم لانه صارت التولز سهله، فانت بامكانك اليوم لو كان السيستم الجامعه مبني على فكره ان انا بدي اطلع فاوندرز، اطلع ناس تحل مشاكل. انت اليوم بالادوات الموجوده في الاي اي لو كانوا بهذا المساق بامكانك تنتج حاله شبيهه في اللي صار في 2012 في الوطن العربي كلياته، 2013 من الانتربرينورز اللي لسه كنا بنحكي عنهم، مجموعه اشخاص طلعوا 500 ستارت اب في سيليكون فالي، رجعوا معاهم نولج، هدول لحالهم عملوا موجه كبيره في المنطقه، غيروا فكر المنطقه وشكلها. نفس الشيء انت اليوم بامكانك تنتج الجيش من الفاوندرز بادواتهم الجاهزه. يلا روحوا ابنوا وفايب كود واطلع وجرب وحل مشاكل الدوله. ما ينفعش ابني غيره. ايوه، وحل مشاكل الدوله. شوف انت صح. اليوم صار القطاعات اكبر، سوقك مش بس سوق انك انت تبيع لكونسيومرز ولا بزنسز، تقدر تروح تحل مشاكل دوله كامله. انت اليوم يكون شاب جامعي شايف مشكله في مجال الصحه، يروح ينتج سولوشن لوزاره الصحه ويحلها. اعطيت الناس والشعوب ادوات تحل مشاكلها. لكن لو استمرينا بالوضع الحالي احنا بننتج قاعدين اشخاص جاهزين للعالم قبل 5 سنوات. انا كموظف في اي شركه سواء كانت تك او نون تك، ايه اللي بيخليني مختلف عن بقيه الموظفين اللي موجودين في الشركه علشان اسكيور دايما ان انا لازم اكون ليا لازمه في المنظومه دي؟ اليوم مسؤوليتنا تجاه نفسنا مش تجاه مخرجات العمل اللي احنا فيه اصلا، انه احنا وادابت التطور الموجود ونطلع بمهاراتنا الموجوده للمهارات الجديده اللي هي كيف استخدم الاي اي، كيف احول شغلي على الاي اي بدل ما انه يكون بس ريسيرش لاكسكيوشن واخلص تاسكاتي. هذا اساسي اساسي اساسي. الست اوف سكيلز اللي كنا نبنيها زمان عشان تخلينا نمسك وظيفه، نفس الست اوف سكيلز اليوم حتتطور لست مختلفه تماما. كيف اني اتعامل مع كلود، كيف اني اعمل فايب كودينج، كيف اني انا احاول الشغل اللي كان ياخذ مني ايام اخليه دايز، اذا مش اورز كمان، اذا مش مينتس حتى في بعض الاحيان. هذا قبل ما يكون استثمار في وظيفتك الحاليه، هو استثمارك انت الشخصي. للامانه احنا في لوسيديا مثلا، احنا في لوسيديا بادجت استخدام الاي اي لكل الموظفين على الشركه. يعني واحده من الاشياء الاساسيه اللي بتصير عندنا اليوم، احنا ما عندنا مشكله شو ما كان البادجت اذا كان تم استثماره برفع كفاءه الموظفين ورفع كفاءتهم هم نفسهم ويتعلموا شغلات جديده من الاي اي. ابدا ما في يعني هذا يعتبر الابروفل تبعه جاهز. لما انت تقدمه كموظف او عندك بيل معينه، هذا الابروفل تاعته جاهز. هذا نوع من يعني عبد الله عسيري الفاوندر في لوسيديا، هاي واحده من الاشياء الاساسيه اللي هو انت اليوم الفاتوره اللي بيدك هاي بسبب تعلم اي اي ورفع افشنسي، اعتبرها تم موافق عليها تماما. الشركات الثانيه ممكن ما تكون، لكن انا بنظري هذا زي استثمارك بدورتك اللي كنت تاخذها زمان بشهاده بي ام بي، ولا بدك تروح تاخذ ماستر في اي شيء. اليوم اشتراكك في التولز هاي وتبدا تتعلم، هذا هو استثمارك في الكارير تبعك للمرحله الجايه، حتى لو تستفيد منه بوظيفتك الحاليه استثمار. فشو اللي عاتقهم اليوم؟ انهم يتعلموا، لازم يتعلموا، لازم يبداوا يكون في مخرجات، مش بس نسال تشات جي بي تي عن شغلات بسيطه زي ما هو ده مش استخدام الاي اي عشان نبقى متفقين. يعني انه والله انا عندي ضايل دجاجه وشويه خضره في البيت، اعرف شو الطبخه اللي ممكن اسويها فيهم. هذا استخدام حلو لاهالينا في البيوت. احنا استخداماتنا لازم تكون عمليه اكثر ويكون في مخرجات حقيقيه. انا قريت عن لوسيديا الصراحه حسن شويه،
وما شاء الله يعني لوسيديا باكت باي يعني انفستمنتس حصلت على مدار السنوات اللي فاتت. لوسيديا باكت باي واعد فينتشرز ومجموعه من الفي سيز الثانيه اللي برضه مش رؤى وامباكت 46. ووصل لمرحله يعني انا عارف انه at some point في الاول خالص ممكن يكون في ستارت اب وراها في سي واحده، مجموعه في سيز كده مش عارف ايه في الاول، بس واضح انه في بروجرس واوبورتيونيتي كبيره قوي خلت بعد كده يبقى في راوندز تانية. احكي لي عن رحله النجاح دي، وازاي هل الارقام بتاعت لوسيديا لوكالي هي اللي كنتوا معتمدين عليها، ولا البوتنشال كان عالمي فبالتالي كان في استعداد اكبر لفي سيز لوكال وانترناشونال؟ والله شوف لوسيديا بحب ابداها زي ما ببداها عبد الله دائما. نصيحة كان عبد الله يحكيها، حتى حكاها في أكثر من لقاء له عبد الله عسير الفاوندر. شاطر جدا. ما شاء الله. أنا بالنسبة لي يعني هو بيعرف أستاذ بالنسبة لي، صديق وأخ وأستاذ. يعني أنا خلال الفترة الماضية سلامنا الأستاذ عبد الله سيري، تعلمت منه صراحة أشياء جدا رهيبة. واحدة الشغلات دايما كان يحكيها، كان يقول هذا أصعب مجال وما بنصح أي حدا يفوته، مش لأنه ما بدوش يقسم الكيكة مع أي حدا ثاني. إحنا بدي في عنا كمبيوترز في الريجن، هو كان صعب جدا ما بتقدر تتصور حجم الديبندنسيز اللي موجوده عندنا اليوم احنا كشركه لوسيديا، واللي وي نيد تو مانج ات عشان نعطيك فاليو. ليه؟ لانه الفاليو تاعتنا معتمده على كل التولز في العالم. احنا بالنهايه بنقرا قاعدين كل مكان. احنا وي دونت دو يوزر جنريشن داتا، ما عندنا اي يوزر جنريتد داتا. احنا كل الداتا اللي بنسويها كلها جنريتد، جاي من other sources channels dependency وانتجريشنز والشغلات هاي كلها. فالفاليوز تاعتنا بتتاثر على طول بالشركات هاي، ودورنا احنا اليوم تو مانج هاي الكومبلكسيتي. هذا على مدى الفترات الماضيه كان من اصعب الاشياء اللي انت نيد تو مانج. يعني تخيل لوسيديا لانها قويه كانت في السوق، لما ايلون ماسك صار السي او لتويتر ونقلها من تويتر لاكس، في شركات سوشيال ليستنج سكرت في العالم كله. سكر انتهت تماما بس بتغيير السي او. ليه؟ لانه لما اجى ايلون ماسك قرر ايلون ماسك مثلا يغير بعض الاند بوينتس او يوقف بعض الاند بوينتس قبل ما يعملوا لها مونيتايزيشن. اوكي. ويغيروا البرايسنج موديل تاعتها. برايسز طلعت بارقام كبيره. فانت هذا بس الاكس لحاله، طب ما بالك باقي تولز كثير. احنا بنحكي قاعدين عن اكثر من 37 داتا سورس اليوم لوسيديا بتجمع منهم داتا. ديجيتال شانلز موجوده في لو العالم. حاجه منهم وقعت ممكن البيزنس يتاثر. اذا مثلا انت معتمد في البراند تاعتك على اكس، تخيل اكس مثلا جو داون، انت بس ما عادش تسمع يعني صحيح انه عملائك برضه مش حيكونوا بيحكوا قاعدين على اكس، بس مثلا لو تويتر شغال والاي بي ايز اللي هو اكس يعني، والاي بي اي تاع اكس داون اللي احنا بنسحب منه، خلص كل الاي بي ايز عندهم سيرفيسز داون، بس عادي البلاتفورم شغال. فانت عملائك بيتكلموا على اكس بس انت مش قادر تسمعهم. طبعا هذا ما بيتاثر بس بلوسيديا، كل التولز في العالم. بس قصدي على الفاليو اللي احنا الفاليو كرييشن والفاليو ديليفري اللي احنا بنسويه هون حيتاثر. هاي هي الكومبلكسيتي على امور اكثر. لكن مع هذا لوسيديا صحيح بدات 2016، لكن بدايتها الحقيقيه كانت تقريبا 2018 للشركه، بدايتها كمنتج. وفي هاي البدايه سبحان الله كان يعني زي ما بنعرف كوفيد على قد ما هو كان سيء في بعض النواحي كان ايجابي لشركات كثير ثانيه. انت بتقرا افكاري. لسه كان السؤال ده. لسه كان السؤال. لوسيديا كانت محظوظه بالتغير الرقمي اللي صار في العالم العربي كله. لانه لما صار كوفيد انجبر العالم كله انه يعمل اصلا ديجيتال ترانسفورميشن. طلع بهذيك الفتره يعني كمفهوم كان بيك قوي من ساعتها. بالضبط كان هذاك البيك تبعه، وبدا بهذيك المرحله تحول رقمي ضخم على مستوى المؤسسات، مستوى الحكومات. وهاي هي كانت فرصه لوسيديا اللي قدر يقراها عبد الله، لانه شوف بالمراحل الصعبه اللي كانت تمرق فيها الشركه زي اي ستارت اب، كان ممكن اي فاوندر عادي يجي يحكي صراحه ما خلاص بكره بسكرها واروح ببدا بموديل جديد واسهل لي. لكن بحكي لك بعد نظر رهيب كان عند عبد الله، هو والدكتور زهير اللي هو السي تي او، قرأوا المشهد اللي صاير. احنا في عندنا حاله حتنتج تحول رقمي كثير كبير، وما كان القرار انهم يهدوا، بالعكس كان القرار مور اجريسيف صراحه. وهاي كانت واحده من الحركات اللي انا بنظري بنت
اساس النمو اللي صار خلال ال5 سنين الماضيه اللي حسن كان كمان جزء فيها. لان انا اكثر فتره بقدر احكي فيها اللي هي ال5 سنوات، لكن اساس النمو بنى بالقرار اللي اتخذ. انا كنت هسألك 2019 فترة كورونا كانت عاملة ايه بالنسبة لكم؟ انا يعني كان في تخيلي انه في الفترة دي ممكن في بزنسز كتير قوي امباكتد، وقفلت بزنسز، قفلت ناس سبيشالي ستارت ابس، صح. بس بالنسبة لكم انتوا هل دي كانت فترة يعني كويسة ولا كانت فترة صعبة برضو؟ لا، هي فترة صعبة جدا. أنا اللي بعرفه في الأسابيع الأولى كمان أو الأشهر الأولى كانت صعبة جدا. إحنا حتى الستارت اب كانت واقفة على إجريها. بعبد الله كان سي او برودكت مانجر، وكان الأشياء كلها. السي تي او كان برضو مغطي كل الأماكن الثانية من ناحية تك وإنجل، لكن قدروا تو سرفايف. ومن بعدها بقول لك في قرار اتاخذ كان بهذيك الفترة، كان هو من أجرأ القرارات وأحسنها اللي بنت بلاتفورم النمو في لوسيديا. احنا شايفين فرصة للتحول من أداة ومنتج بس بيساعدك انك تسمع تعمل سوشيال ليسننج لمنصة سويت او منصة إدارة تجربة عميل كاملة. هي هون انحطت الفيجن تاعتنا اللي هو provide 360 فيو للمؤسسات عن الكاستمر تبعهم، انهم يقدروا يشوفوا عميلهم من كل مكان. هو الفهم ده جاي من هل الفاوندرز الباك جراوند بتاعتهم ريليتد بنفس الحاجه؟ هم تك باك جراوند، لكن اللي ساعد يعني من تصوري بانهم يشوفوا هاي الرؤيه بوضوح. انت لو كنت في المملكه بهذاك الوقت وقبلها كمان بسنه، انت بتعرف قديش الضخ في الديجيتال ترانسفورميشن. واليوم الحمد لله يعني الواحد فخور كعربي انه يشوف في السعوديه خصوصا دوله يمكن الاولى في العالم بالتحول الرقمي اللي قاعد يصير. صح. يعني انت كمواطن او كمقيم اليوم ما في داعي ابدا تعمل اي شيء لا تتوجه لهيئه. انا لي 5 سنوات عمري ما رحت عملت اي معامله ورقيه. 5 سنوات حتى في شراء بيت او شراء سياره ما بتحتاج. بنظري بشوف وجود لوسيديا هون، وهذا كان من القرارات الذكيه اللي عملها عبد الله، لانه ب 2016 بدات لوسيديا ترى في سان فرانسيسكو، كانت في 500. ومن اذكى الحركات اللي صارت والقرارات نقل لوسيديا الى انها تكون مركزها الاساسي في السعوديه. فلما صارت داخل السعوديه، وجود هذا السين من التحول الرقمي اللي قاعد يصير في المملكه مع توجه رؤيه 2030 وغيرها، كان واضح جدا انه العالم اللي رايحين باتجاهه والايكو سيستم حيتغير، محتاج لوسيديا يكون معه. فهون كان ظهرت الرؤيه تاعتها. وبعد كوفيد 2020 كانت بدايه يلا what is the next product اللي لازم نبنيه عشان تو كومبليت الستوري اللي بنبيعها احنا، الفاليو اللي قاعدين بنبيعها. ومن هنا بدأ التطور، واجى دور حسن الهندي لما انا دخلت لوسيديا. هون انا كان هدفي الاساسي اللي هو كيف انا تو اكستند السويت من منتج الى عده منتجات على الرؤيه تاعت عبد الله. الرؤيه عبد الله كانت واضحه. احنا اهم شيء عندنا اليوم اي بزنس في العالم بيحتاج 3 اشياء اساسيه. بيحتاج اكوزيشن، بيحتاج يعمل ريتنشن، بيحتاج يعمل اكسبانشن. هذول ال3 لايرز الاساسيين لاي بزنس في العالم ناجح. اكوزيشن انك انت تستحوذ على عملائك. انت عشان تبني بزنس بدك يكون عندك عملاء، قاعده عملاء. الثانيه انت بدك تخلي عميلك هي ريتنشن، يرجع يستخدمك مره ثانيه او يستخدم منتجك مره ثانيه. والاكسبانشن انك عميلك اليوم اللي اشترى منك منتج ب$1 او ب$50 بكره يدفع لك 100 ريال في منتج ثاني او في خدمه ثانيه. هذول 3 اشياء. فلو نطلع على لوسيديا في مجال السوشيال ليسننج كانت بتغطي الجزء الاساسي اللي هو الريتنشن. احنا بنساعد وجزء بسيط جدا من الاكوزيشن. كيف؟ انا لما اساعدك تسمع للسوق، فانا ممكن اساعدك بشغلتين. الاولى افهمك الجابز اللي عندك، فانت لما تصلحها انت بتحسن الريتنشن اللي عندك. يعني انت لما تحسن مشكله المنتج في شيء معين، فانت بترفع الريتنشن عندك، لانك انت عالجت المشكله اللي تعمل دروب للعملاء الموجودين عندك. لما انا برضو اخليك تسمع للسوق وتفهم الناس شو بتتكلم عنك او عن منافسينك، بامكانك تخلي الماركتينج تيم اللي موجودين عندك في البراند يفهموا شو النوع الكوميونيكيشن اللي لازم يعملوه للسوق تو تارجت يو او تو اكواير يو. عرفت كيف؟ فكنا احنا مغطين جزئيات بسيطه، لكن قوتنا كانت في الريتنشن. فكيف نبني اليوم سويت كامل يقدر يساعد البراندات والمؤسسات انهم يغطوا ال3 نواحي هاي: استحواذ والريتنشن والاكسبانشن. هون اجى دور السويت اللي بنيناه. الخطوه اللي بعدها كانت على طول نقوي منصات الاستماع اللي انت بتسمع لها، بدل ما تكون فقط سوشيال ميديا.
اخذناها لمرحله ثانيه. انت اليوم في لوسيديا لو انت عندك مثلا كول سنتر تقدر تسمع منه الكولز اللي عندك. لو عندك الايميلات، كل التشانلز تاعت الايميل ايا كان البروفايدر الموجود عندك. لو عندك لايف تشات موجود في الويب سايت تبعك تستخدمه زي انتركم، ولا انت بتقدر تسمع منه برضو الكلام. فكل ديجيتال تاتش بوينت انت وعميلك تتواصلوا فيها مع بعض you can connect it في لوسيديا. هذا الشيء اللي هو الاومني تشانل. باضافه الاومني تشانل للمنصه اعطت بعد كامل مختلف عن امكانيتك بالسمع. فانت اليوم لو انت بنك تستخدم لوسيديا، انت قادر اولا تسمع شو الناس تتكلم عن منافسيك بخصوص القروض والمشاكل اللي بتصير، وبكل بساطه بتقدر تعالج هاي المشاكل او تركز عليها بحملتك الاعلانيه الجاي عشان تعملها كوميونيكيشن مسجنج انك انت حال المشكله. اذا انتم عندكم مشكله في القروض انا حال مثلا مشاكل القروض. الشغله الثانيه انت اليوم لو عندك عده فروع في المملكه وبدك تعرف كل فرع كيف قاعد يعمل بيرفورمانس، انت يو كان كونكت جوجل ماب وبيطلع عندك كل فروعك داخل لوسيديا مع كل المنصات. لما تتجمع كل هاي الداتا في مكان واحد احنا بنقول له اليونيفايد مونيتورنج سولوشن. لما تتجمع كلها تحت one unified umbrella مع ال AI capabilities تاعت لوسيديا حنطلع لك كل الباترنز الموجودة عندك في الشركة. بصفي انت كديسيجن ميكر بس تطلع على الامور وتقول اوكي هنا وي شود فيكس 1 2 3. if we fix هاي الاشياء الريتيرن اوف انفستمنت تبعنا حيكون ريتيننج كل هاي الكاستمرز الموجودين. فهاي كانت المرحله. فالمرحله اللي بعدها كانت طب اوكي احنا قاعدين نعطي الانسايتس ونعطي هاي التفاصيل، ليه ما نعطيهم مور فاليديشن على الموضوع، لكن ناخذ الموضوع كمان خطوه زياده. هون كان عندنا منتجين اللي هم منتج الاستبيانات السيرفي ومنتج اللي هو سي دي بي كاستمر داتا بلاتفورم، منصه بيانات المستخدم. هدفه انه لما يكون في عندك داتا من مالتيبل داتا سورسز كيف تبني اي اي قادر على انه يجمع كل هاي البيانات ويلاقي. كيف اعرف انه علاء في تويتر اللي مسمي نفسه علاء مثلا 2 3 بعت لي مرحبا، وعلاء نفسه كلمني بتليفون برقم جوال مختلف ما مش مسجل عندي، وعلاء برضه كمان تواصل معي في الويب سايت في اللايف بوكس. بتماتش ازاي؟ هاي الماتشز هون بصير كلياته في برايمري اند ايدنتيفاير. طبعا في اي اي لاير بتلعب دور اللي هي بتعمل تشيكينج على بعض الامور وبتعطي سكور. السكور هذا ما بيكون الفاينل ديسيجن، هذا سكور بيكون موجود احنا نتوقع منه انه انت ممكن تكون نفس الشخص. لكن البارت اللي بعده اللي بأكد هي البرايمري ايدنتيفايرز. شو هي؟ ممكن تكون مثلا رقم جوال. احنا كل شخص في العالم له رقم هاتف خاص فيه، رقم الهاتف زي رقم الهويه. اوكي. فانت لو عرفت رقم تليفونك، انا من اول مكان عرفت رقم تليفونك بس ما بعرفش اسمك، لكن انا جيت بعدين قلت لي اسمك علاء، فانا من المعلومات اللي بتنبني من وان شانل بصير اقدر اشوف وين ماتش لها معلومات ثانيه واربطكم كلياتكم بتري واحده، فبصير في علاء ويصير في تحت كل المحادثات تاعته. هذا لحاله المنتج اعطى منظور مختلف الكلاينت بيس اللي عند عملائنا. هذا الجزء. والاستبيانات كان اللي هي كيف انت تنتج سيرفيز او تببلش سيرفيز داخل مثلا منتجك، داخل تطبيق، داخل اي مكان، تجمع منه الان بي اس، تسمع منه السي سات، كاستمر ساتسفاكشن، تعرف الكاستمر ايفورت عندك في بعض الاماكن في المنتج. من كل هاي السيرفيز اللي هو بيتم بمنتج بيقولوا له في او سي. هاي كانت المراحل الاولى كلها انسايتس وبريدكشنز وغيرها، لعند ما اجى دور اخر منتج اطلقناه واللي هو كان بيكمل الصوره اللي حكيت لك عنها في البدايه، اللي هي جزئيه الاومني. احنا اسم المنتج اومني سيرف. اومني سيرف هو الهيلب ديسك تاع لوسيديا. هيلب ديسك لما يكون موجود عندك انت اوريدي كونكتد كل الداتا سورسز اللي عندك والديجيتال تاتش بوينتس، الان من خلال الهيلب ديسك هذا انبوكس بامكانك انت تو انجيج مع الكاستمرز، بدنا لك انك تعمل معهم يعني انت اليوم لو انت رحت على بنك وطلعت من الفرع يوصلك مسج كيف كانت تجربتك في البنك، ففي كوميونيكيشن، فكل الكوميونيكيشن والسبورت والشغلات هاي صار الان من داخل لوسيديا. فانت صرت تعرف المشكله وعندك الاداه اللي تحل فيها. حصل لي كده فعلا، انت ورا الموضوع ده. ايش هو؟ في اليوم براندات كثير احنا ورا الموضوع. يس. هاي هي تجربه العميل. فصرنا احنا بامكاننا انه نصيغ تجربه العميل. هذا التطور اللي صار وخلال ال5 سنين الماضيه من المنتجات هاي
مع رؤية واضحة كانت لوين إحنا بدنا نمشي. كان السبب الرئيسي بالنجاحات اللي صارت، اللي اليوم الحمد لله إحنا عندنا أكبر قاعدة انتربرايز في السعودية وحتى في دول الخليج بشكل عام. اليوم إحنا بنخدم أكثر من 13 دولة، مش فقط في السعودية، عندنا حتى دول أجنبية كانت تجينا. في عندنا كلاينتس من أمريكا ومن يوروب. في أرقامنا داخل مع يعني الأرقام اللي اليوم الموجودة عندنا كجودة موديلز AI وغيرها، كانت واحدة من أكبر الأشياء المهمة عندنا إنه نتنافس مع شركات حجمها بالمليارات. يعني إحنا منافسين، مين منافسينا اليوم؟ كوالتريكس، سبرينكلر، لو نيجي نطلع عليهم اليوم هذول شركات في سوق المال العالمي. أنت أقل منافس، أقل واحد فيهم موجود في السوق له 15 سنة، عنده عدد موظفين ب 16 ضعف و 20 ضعف. بحس انه مثلا انت قلت اكزامبل دلوقتي كوالتريكس، بحسهم مش بهذا الحجم، مش عارف ليه. كوالتريكس ضخمين ضخمين جاينتس من اساس الناس اللي كانوا بالبدايات. يعني اللي انا بدأوا في بالنسبه لي customer كوالتريكس experience. ده من زمان قوي، سيرفي كنت هم تعمل معاه. سيرفي MBS مثلا. بس هو هذا تعرف ليه نعرفه فيه؟ لانه هذا كان ذا اونلي فري برودكت كانوا هم عندهم، لانه فري فور فري. صح. فكان كوالتريكس الكل يستخدمه. بس شوف هم كانوا شاطرين لانهم هذا كان الهوك برودكت تبعهم سيرفي. لكن هم بالاساس هم كاستمر اكسبيرينس وامبلوي حتى اكسبيرينس. هم عندهم سويتس للكاستمرز وللامبلويز. انت كيف تحسن داخليا شركتك وكيف تسوي الكاستمر. فتنافسنا صراحه معاهم ومع شركات عظيمه زي كمان برضو براند واتش. نحكي عن بليون دولارز كومبانيز باحجام موظفين اضعاف مضاعفه عن حجم لوسيديا. ستيل الحمد لله قدرنا مش بس تو سرفايف واخذنا جزء من الكيكه، احنا الحمد لله اخذين الكيكه الكبيره. عرفت كيف؟ هذا اللي خلى اليوم الفي سيز وخلى كل المستثمرين يشوفوا انه اليوم ما بنكون مع لوسيديا معناته احنا بنفقد فرصه واضحه جدا وكبيره. طيب احنا هنا دايما عندنا تراديشن كده بنساله. عايزك انا هسالك سؤالين. اوكي والاثنين عكس بعض. قرار انت خدته في حياتك العمليه وكان اسوأ قرار خدته ونفسك يرجع بيك الزمن وتغيره. هو اكثر من انه قرار. اتوقع بمرحله من مراحل بداياتي في الكارير كل مدير منتج بوقع بهاي المشكله. اتوقع لو في برودكت مانجرز بيسمعوني حيكونوا اليوم بيعانوا منها وفيها. احنا بنتعامل مع المنتجات كاطفال لنا، فبمرحله من المراحل تبدا تبني خبرتك تماما بمنتجك. يعني انت بتكون افضل مدير منتجات في الدومين اللي انت موجود فيه فقط. هذا خطأ انا وقعت فيه بسنوات، يعني ما يقرب ل4 سنوات وانا ببني خبرة ما كانت خبرة قادرة على انها تخليني قادر ان اتعامل مع اي منتج رقمي ثاني او اي قطاع او اي مشكلة مختلفة. كنت قادر اتعامل مع مشاكلي الموجودة عندي في منتجي فقط في السبيس تاعي. لكن اثره صراحة كبير لانه اخذت مني وقت ومجهود اني ابدا تو ادابت. اوكي انا اخذت عندي سكيلز كثير الان، بس السكيلز تاعتي كلها مصقوله تماما في مجالي وفي تركيزها. كيف اليوم اقدر اوظفها في قطاعات مختلفه؟ كيف انتقل من البي تو بي لبي تو سي؟ طب انا بالنهايه مدير منتجات ووظيفتي الاساسيه حل مشاكل. المشكله كيف ما كانت بالنهايه مشكله، بس مش هاي الكيس كانت عندي. كانت المشكله بسياق مختلف بتصير شيء معقد تماما. يعني تقصد انك انت ما تشعبتش لقطاعات مختلفه. بالضبط. ما شوف انا تشعبت لبعدين، بس لو اخذت القرار من البدايه باني دائما انا اتعلم في مجالي في المكان اللي أنا فيه. يعني at some point يعني. بنظري يس، هذا كان من الاشياء اللي اخرت خلتني يعني ما اشوف اكثر من السوق واتعلم اكثر بحيث اني اكون جاهز بسرعه لاي نوع مشكله مختلفه. تقريبا انت لما دخلت لوسيديا كنت جاي من يعني اندستري مختلف او سبيس مختلف. يس انا كنت فينتك قبل لوسيديا تماما. كنت فينتك كان ببنك الاتحاد الاردني، وبعد بنك الاتحاد طلعت لمده 6 شهور كوربوريت مره ثانيه. وغلطت طبعا اني وافقت عليها، رحت على بوكينج في امستردام. فخطأي الكبير كان اني مره ثانيه رحت على كوربوريت. انا كان عندي قاعده اني ما حفوت كوربوريتس مره ثانيه في حياتي كلها، حظل في الستارت اب سين وهذا هو المكان تبعي. انا بداياتي كانت هناك وكل الجروث تبعي كان هون.
تصدق هذا هو يعني ممكن اذا في خطا واحد في الكارير تبعي اني انا في يوم من الايام رحت الكوربريت، بس لاني بشوف لها انا ما ميزات. اعرفش، انا برضو مش عايز اقول كلمه غلط يعني، بس الفكره ان انا كمان ما بحبش حياه الكوربريت ابدا خالص. ابدا، خصوصا إن احنا اللي بدانا انا ستارت ابس. ما اعرفش اكون ترس في مكنه. لا لا لا، ما ما- ما- بالضبط بالضبط، وخلص إلك هذا الدور وهذا هو المكان المخصص لك والمتوقع منك. بصراحة بتأثر بس يا علينا. جماعه اللي بيشتغل في كوربريت وحابب مكانه، فايتس اول اباوت يعني بالضبط، يعني هو تايب اوف بيبل. ايوه ممكن يكون في بالضبط. شخص حابب ان هو بيعمله ده ما عندوش اي مشكله خالص، كمل اعمل ابذل 100%. اقصى مجهود عندك عشان تطلع احسن حاجه عندك لشركتك. ولكن احنا بنتكلم دلوقتي على انه في ناس تانية مش بتحب تعمل حاجه واحده. صح. يعني هو زي يعني انا ADHD متاكد. ده ولا ايه؟ لا لا لا، انا متاكد. انا في اصحاب كثير كوربريت جربوا حياه الستارت اب ما عجبتهم. ليه؟ لانه بالنسبه لهم مثلا بيشوفوا انه في انماتشوريتي عاليه جدا داخل الستارت ابس. يعني هو مستغرب انه كيف بده يقدر بيجي على المكتب بدون ما يكون في بصمه مثلا انه هو طالع وداخل، او مثلا بده يعمل عمليه اللي هو عندنا معينه. دي بيزكس. دي بيسك. مثلا انت عندك في الستارت ابس لو انت مثلا بدك تقدم شغله للفاينانس، انت ممكن تروح تفتح الباب للفاينانس او تفتح الباب عند السي او حتى تقول له فكره. فبالكوربريت مش موجود هذا الشيء. خلي بالك على قد ما هو هذا مريح لنا، هذا بالنسبه لكثير ناس تانية اللي تعودت على الكوربريت والسيستم والستراكشرد انفايرمنت صعب. بيبقى حتى مقلق، لانه هو مش متعود يعمل الاشياء هاي، فهو بطبيعته صار سيستماتيك كثير. انا عايز اقول لك ان في بعض الستارت ابس المعروفه في الماركت جابوا ناس اكس كوربريتس وحطوهم في كي بوزيشنز في ستارت اب. تخيل حصل ايه؟ دمار. انا متاكد، يعني انا شفتها هاي اكثر من مره. شوف، في كثير شركات اليوم فشلت بسبب اللي انت حكيته هسه. لحظه ما تفوت الستارت اب في مرحله الستارت اب لها مراحل حياه. مراحل الحياه الاولى انا بسميها اللي هي 0 to 1، اللي هي من $0 لل$1 مليون. هاي مرحله انت قاعد فيها بالديفينيشن بارت، انت قاعد تعرف عن نفسك لساتك، انت ما بتعرف، ممكن باي لحظه فيها تغير كل شغلك. انا بعرف انه في لها مسميات، لكن انا هاي مسمياتي. هاي الديفينيشن بيريد للستارت اب. مرحله الفوكس اللي انت لازم فيها تفوكس اون يور كاستمر، تفوكس بتوجهك بالموديل الموجود عندك. خلص لازم يكون في عندك باث. ليه؟ لأنه المرحلة اللي بعدها اللي هي 10 to 100، اللي هي 10 to اليونيكورن، مرحلة الجروث والسكيل. مرحلة الجروث والسكيل إذا لساتك you are defining your business، أو لساتك you are looking for the focus وين النورث ستار تبعها، عمرك ما حتقدر تعمل سكيل وجروث. مشكلتي إنه في شركات بسبب الانفستمنتس اللي صارت الفترة الماضية اللي ما كانت مدروسة من بعد 2012 وطالع، خلت شركات ينتقلوا من الديفينيشن، انتقلوا لمرحله السكيل. مطالب منهم ناو تو سكيل تو جروث. بارت الفوكس راح، ما كان موجود. هذا اثر حتى في طبيعه الهايرنج اللي صارت، لانه لما اجى بده يوظف صار في مصاري. اول شغله بدا يطلع عليها انا كيف اجيب ناس من اكس بيج كومبانيز بتعاملوا مع ارقام شبيهه بالارقام اللي انا مطالب مني اليوم من الانفسترز او من البورد بالبورد ميتينجز. فصار يروح يطلع مين بيقدر الستارت اب الموجودين الايكو سيستم ما فيه هاي الارقام، فحتروح تجيب من اكس كوربريت. هذول ما بدخلوا على الشركات، اول شغله بيسووها they kill the startup spirit داخل الشركه. اول حركه بتصير في الشركه بغير بيشفت الكالتشر، بشفت الكالتشر على طول. حتى لو شو ما تسوي، هل شفتنج الكالتشر خطا؟ مش خطا انا بنظري، بس في قواعد داخل الستارت اب لازم ما تموت، لانها هي كانت سبب نجاحها. هي الانجن كان اللي مشغلها. فانا هاي استنتاجي للشغلات. للامانه لسه لليوم برضو في شركات توقع فيها. في لوسيديا احنا اليوم عملنا طريقه مختلفه. انا بتذكر كان في اللي قاعده انا وعبد الله، كانت كنت بدردش انا وياه، فبحكي له انا في لوسيديا هي ثالث مره في حياتي حشهد الشركه لما تفوت بسيريز بي ونبدا بالراوند 2 ونبدا بالسكيلينج بارت، لانه احنا الحمد لله اليوم في طريقنا باتجاه اليونيكورن كلوسيديا. فلما بنيجي نطلع اليوم في لوسيديا قلت له اهم شيء عندي ما نوقع بالاشياء اللي صارت.
اللي هو هايرنج ضخم بشكل غير منطقي، سكيلينج اب بشكل كبير، منتجات كثير. انت بالمناسبه مع growth at any cost ولا البالانسد growth؟ جروث ات اني كوست ولا البالانس؟ والله انا مش شايف انه يعني مش شايف انه انت تقدر تختار كثير هاي الاشياء. يعني انا شايف انه نضحك على حالنا انه هاي خيارات موجوده، بس هي مش خيارات موجوده. هي ديبندز على الكونتكست، ديبندز على كثير شغلات، او اهمها شو الشروط اللي بتنحط عليك من الانفستمنت اللي انت فوت فيه. هون ترى ذكاء الفاوندر كمان. وكثير شركات بيضطروا يروحوا بابروتشز وفريم ورك انجبروا فيها بسبب الشروط اللي انحطت عليهم بالراوند، او الريكوست المطلوبه منهم، والاشياء اللي هم لازم يقدموها. للامانه يعني لوسيديا كانت موفقة جدا، وكان عبد الله عنده قرارات رهيبة جدا بطبيعة أول شيء الفي سيز اللي تدخلنا. لأنه أنت كفاوندر بهمك إنك تكمل بعض الفجوات اللي تكون عندك، إن كان من نوليدج، إن كان بخبرات. بعض الفي سيز بتكون عندها خبرة في مجالك، في الدومين الموجود عندك، هذا بيساعدك جدا تفل كثير من الجابز اللي أنت كفاوندر محتاجها. تخيل انت عندك في سي بعطيك بس فلوس وخلصت، لا انت عندك بس، انت بدك خبره، بدك النتورك اللي عندهم، بورتفوليو كامل، بورتفوليو كله. فقرارات كثير بتاثر بالشغلات هاي، بتخليك تقدر تاخذ من الابروتشز. لكن انا مع اكيد البالانس دائما في كل شيء. انا كمان صراحه يس يعني انا أنا بشوف هاي. انا مش مع انه نحرق في ريسورسز كتير او فلوس او اي حاجه. بالعكس، انا مع انه ناخد وقتنا في انه نفاليديت ونكبر بخطوات ثابته. يعني السؤال الثاني اللي عكسه بقى، عكسه، افضل قرار انت خدته في حياتك المهنيه؟ افضل قرار اني اخذته في حياتي المهنيه كان ما تقوليش انك جويند لوسيديا. لا طلع لوسيديا بره الموضوع دلوقتي. استقالتي كان من اول وظيفه لإلي، كان قرار له دور برضه صديق لإلي فيه. هو يومها نبهني على شغله، قال لي هي الموضوع مرتبط تماما بأسوأ قرار او أسوأ شيء كان صاير معي. هو نبهني قال لي حسن، اياك وتبني خبرتك فقط لشغلك الحالي اذا حابب انك تسكيل وتكبر وتعمل شيء عظيم. يعني افضل قرار اخذته كان استقالتي، وكان على طول بعديها باسبوع من لما قال لي هاي المعلومه، وكنت في البيك تبعي في هذاك الوقت. يعني كنت بافضل مرحله لي في وظيفتي بالوقت اللي اخذت فيه قرار استقالتي. كنت في موضوع، مع اني انا كنت يعني كنت بحكي لك انا في افضل مكان، في مكان كنت بسعى له جدا. الموضوع كان مسمع في الوطن العربي كله. موضوع من اقوى، يعني انت في مرحله من المراحل ولحد اليوم وجود موضوع في الريزمي تاعتك كانك انت شغال بشركات كبيره عالميه، لانه موضوع وصلت مراحل ضخمه. يعني كانت لمرحله كبيره، كانت موديل لكل الستارت ابس في العالم كله انه يمرقوا يشوفوا. تعرف انا ما كنتش اعرف انه موضوع كان شركه كبيره كده ومبنى أيوة وقصه. ما كنتش اعرف. انا لحقت لما كنا مكتب صغير ورحنا مع بعض على المكتب الكبير، لان كنت كان رقمي يعني ما عدى ال100. يعني لما انا كنت داخل لسه كنا بالاقل من الهاي، وطلعت منها كانت ما شاء الله اكثر من 500 موظف. الموضوع حسن، انت دلوقتي شايف ان احنا معظم التكنولوجيز اللي احنا بنبنيها بتبقى يا اما انتجريتد او ماخوذه او سبورتد من ثيرد بارتي ابلكيشنز او حاجات بناخدها من بره. كل السوشيال ميديا تشانلز بتاع اللي احنا بنستخدمها في حياتنا اليوميه كلها موجوده بره السبيس بتاعتنا، او يعني حدودنا. احنا ايه اللي ناقصنا علشان نبني اور اون تكنولوجي في ظل التغييرات الاجريسيف والماسيف والتغييرات الامنيه اللي بتحصل في العالم؟ هو في محاولات يمكن تعرف فيها، يعني كان في محاولات عربيه كثير انه احنا نبدل اليوم المنصات الموجوده الاعلاميه هاي. اتوقع انا بنظري ما في عندنا اي مشاكل تقنيه انه نعمل هذا الشيء، لكن المشكله اتوقع الاساسيه هي سياسيه. يعني في محاولات كثيره كانت سابقا، ما حذكر اسماء المحاولات اللي صارت، لكن مشكلتها كانت انها سياسيه وكانت دورها سياسي. اتوقع من هذا طبعا ما بيفرقها عن برضو فيسبوك وتويتر والشركات الموجوده هناك اليوم. اللي انا بشوفه صراحه انه الحاجه لهاي الاشياء مفترض انها تيجي بشكل عفوي بيور لحاله، هيك من شخص حاب يحل مشكله معينه.
زي ما بنعرف مثلا قصة مارك في الجامعة، كان حاب يعمل جروبس، فبدأت ببين معين في مشكلة. ما بقول نبدأ من نفس بداية مارك، لكن نبدأ بمكان معين ومنه نقدر نتوسع في السوشيال ميديا. ما نكون بدنا نعمل اليوم بديل لإكس مثلا، لأنه كل شيء صار بديل لشيء ثاني فشل في العالم، حتى أجنبي حتى غربي. صح. فشل تماما. ما في اليوم بديل لفيسبوك وانستغرام واكس، وهذول صاروا كومفورت زون، جزء اساسي من الاشياء. بدك تشوف اماكن مختلفه. وهذا الصراحه شيء صعب جدا. يعني انا ما بحكيش اني انا بقدر اليوم احكي شو اللي بيلزمنا عشان نسويه تماما. انا بشوف انه اليوم اذا في تجربه ممكن تنجح في مجال السوشيال ميديا عشان نستبدل، لازم نلاقي اذا في نقاط ضعف، اذا ما في. انا اولوياتي اليوم اني مش استبدل صراحه فيسبوك وانستغرام. انا بالنسبه لي اولوياتي اليوم بالضبط اللي قاعد يصير اليوم في المملكه، في المملكه العربيه، في المملكه السعوديه. يعني هي اليوم الداتا سنترز انفستمنت اللي قاعده تصير، الانفراستراكشر اللي قاعد بيصير زي هيومين وشركات زي لوسيديا كمان، انه انت التكنولوجيا اليوم اللي بتساعدك تفهم في السوق، تاخذ قرارات افضل، كمان تبني في تجربه مواطن، تجربه عميل افضل، اللي تخليك فعليا اليوم تو كومبيت مع كل العالم. يكون سعودي عربي مبني في المنطقة هون، مش مستخدم من أشياء برا. أتوقع إحنا في الطريق اليوم. في استثمارات كبيرة بتصير في مصر، استثمارات كبيرة قاعدة تصير في الأردن، في السعودية، وفي دول المنطقة كلها. لا في حتى مناطق كتير بتتعي لهذا الموضوع. حسن، خلينا بقى قبل ما ننهي، حسن أنا استمتعت جدا على فكرة. والله أنا أكثر يا حبيبي. عايز أسألك سؤال. أنت كنت أول مرة تيجي السعودية قبل ما تجوين لوسيديا؟ كانت أول زيارة إلى السعودية، يس، في لما بدأت مع لوسيديا، يس، من 5-4 سنوات شوي. وأنت ليه اخترت السعودية؟ والله شوف، البعيد عن المشهد في السعودية، مع انك يعني انت سافرت كذا بلد تانية، رحت امستردام، يعني هو من عمان الى امستردام، ومن امستردام السعوديه. في شيء واحد تفتقده في كل العالم. اذا انت يعني احنا كلاتنا كنا في شركات وبنعرف، جربنا شركات اللي فيها رؤيه واضحه، جربنا شركات اللي ما فيها رؤيه واضحه. على المستوى المؤسساتي وعلى مستوى المنظومه، فقدان الرؤيه وفقدان التركيز بيأثر علينا احنا حتى كموظفين واداء. صح طبعا، نفسيا خلاص. بالضبط. انت نفسيا وحتى المخرجات وكل شيء كله بتأثر. انا كانت بالنسبه لي لاول مره في الحياه بشوف دوله بتحط قاعده مؤسسيه واضحه تبني فيها المرحله القادمه. والحلو الاجماع اللي حاصل على الموضوع. يعني انا اول تفاعل كان بيني وبين عبد الله عسيري والاداره في لوسيديا، كنت بتقدر تشعر من انه الروح هاي موجوده، انه في سبيريت غير طبيعيه، في الناس تشارج والناس حابه. وهذا اتوقع اللي احنا بنفتقده كلنا. فتخيل انت لما تكون فاقد للشيء هذا داخل الشركه، لكن في السعوديه كان الموضوع داخل الشركه موجود رؤيه، وعلى مستوى الدوله الرؤيه، والشركات بتعاملوا مع الاوتبوت متريك الكبير اللي هو الرؤيه، وبيبنوا له انبوت متريك. يعني انت اليوم في لوسيديا بتبني قرارات، قاعد كيف انك انت تساهم بجزء بالرؤيه. هيومين والشركات الثانيه كلها العظيمه اليوم اللي قاعدين نشوفها، كلهم لهم تعرف هيومين تقريبا اتذكرت في كل حلقه انا سجلتها. والله والله يعني طبيعي. يعني اسمي هيومين جه في كل حلقه تقريبا سجلتها من اول ما ابتديت تقريبا. يعني الله يعطيهم العافيه، يعني هم قاعدين يشتغلوا شغل رهيب. بس يس، لانه هاي كلها مخرجات الرؤيه. السي او تبعهم طارق امين يس. قوي جدا. ما شاء الله عليه. فبحكي لك، فلو نيجي نطلع رؤية موجودة، رؤية أنتجت إيكو سيستم بإمكانه أنه يكون فرصة وسوق لأي شخص بيسعى لأنه تسكيل، أو حتى شركة كمان. فهذا كان الشيء. وللأمانة أنا كانت زيارتي تجربة بالبداية، فزرت كزيارة تجربة، وبعدين لما شفت الحياة وهاي فكان في عندي تصور مختلف عن السعودية والعالم والشغلات. يعني خلص الواحد فيه عنده بيكون ستيريوتايب ماخده بطريقة معينة، خصوصا الإعلام وهيك. لكن لما زرت تغيرت هاي الأمور تماما. والأسبوع صاروا 5 سنوات تقريبا، الحمد لله. يعني ومبسوطين بالقرار، عمرنا ترددنا فيه. ما شاء الله. أنا
اتبسطت جدا من الحلقه دي. والله شكرا جدا انك قبلت دعوتي يا حسن، واتمنى لك التوفيق، واتمنى لوسيديا التوفيق. الله يسعدك. ان شاء الله من افضل لافضل ان شاء الله. واحنا صراحه انا استمتعت جدا، حسيت حالي قاعد بدردش وأنا. زي ما انت قلت لي. خليك براحتك وتعال ندردش. فلا حلقه رهيبه، يعطيك العافيه على السيت اب والاشياء اللي عاملها. الله يخليك. وانا ان شاء الله يعني اتمنى لك برضو التوفيق، اتوقع انك تكسر الدنيا كمان في البودكاست، فالتوفيق حاول ان شاء الله، والباقي على ربنا يعني. ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله على خير. شكرا يا حسن. حبيبي شكرا لك.